استعنا على الشباب بالله. السلام عليكم، ازيكم يا دفعه 25. طبعا يا عم دفعه ما تستغربش، اعتبر نفسك بالظبط داخل الجيش. ما هي ثانويه عامه زيها زي الجيش، محتاجه منك تدريب وظبط وربط كده عشان تقدر ان شاء الله توصل لهدفك، وانا معاك ان شاء الله علشان نوصل للهدف ده. انا مين؟ معاك يا سيدي الدكتور محمد محفوظ، وان شاء الله اشرح لك ماده الاحياء في الثانويه العامه. هل بس اشرح لك احياء في الثانويه العامه؟ لا، انا ان شاء الله هكون معاك طول السنه خير معلم وصديق. واعتبرني يا عم اخوك الكبير اللي هيعرفك ازاي تذاكر وازاي تمشي في المواد، وازاي لو وقعت تقوم بسرعه بحيث تلحق الركب وتوصل لهدفك باذن الله. ومش بس كده يا عم، لا ده انا كمان بذاكر معاك. لا بذاكر معاك فعلا، بذاكر مع عامل بث مباشر، بنذاكر سوا. لو انت مش عارفها قناه فوزا ميد بقالها سنتين يا ابني. قبل ما نخش في المنهج بتاعنا، انا هنبدا معاك الاول بالتاسيس بتاع النبات اللي كان موجود في اولى وثانيه. بعد كده هنيجي نشرح الدعامه بتاعه النبات، وبعده هيبقى دعامه الانسان والحركه في النبات والانسان، وكده نبقى خلصنا الباب الاول. فيلا من غير رغي كتير نخش على التاسيس بتاعنا. يلا يا شباب خلينا نبدا، ولكن قبل ما نبدا لو انت ما صليتش اي صلاه من الصلوات قوم صلي الاول وبعد كده تعالى. انا مش هطير والحصه مش هتطير والسنه كلها مش هتطير. الصلاه دايما اهم من اي حاجه في الحياه كلها، فقوم صلي الاول لو انت فايتك اي صلاه، وبعد كده تعالى اعمل مشروبك الجميل. انا عن نفسي انا عملت الشاي اهوت، ويلا خلينا نبدا سوا. يلا كده هنبدا يا ولاد بسم الله الرحمن الرحيم. كده قبل ما نبدا دايما هنقول ادعيه المذاكره اللي هي بقى يلا. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعرفك على المنهج بتاعك الاول. المنهج بتاعك عموما عباره عن 5 ابواب. الباب الاولاني هو الدعامه والحركه اللي انت شايفه قدامك ده. تاني باب هو الهرمونات، التنسيق الهرموني. تالت باب هو التكاثر. رابع باب المناعه. خامس باب عباره عن فصلين، الدي ان ايه والار ان ايه. ده المنهج بتاعك كامل على بعضه. ده خريطه ذهنيه. نيجي بقى لكل واحده منهم هتتشرح ان شاء الله بشكل من التفصيل باذن الله. الدعامه والحركه. قبل ما هخش على اي باب هتلاقيني عامل لك خريطه ذهنيه للباب كامل. معلومه بس يا ولاد، انا بتكلم بالراحه. انا طبيعتي بتكلم بالراحه اصلا. فانت حضرتك هتسرع الفيديو، هتسرعه على 1.5 1.75 2، والدنيا هتبقى معاك في اللذيذ. لكن انا بطبيعتي هتكلم بالراحه عشان اعرف اوصل لك المعلومه صح. تمام؟ كل باب هنبداه هيكون ليه خريطه ذهنيه. الخريطه الذهنيه ديت لما مهمه ليا وليك عشان نبقى احنا عارفين احنا واصلين لحد فين في الشرح، بحيث اللي احنا بدانا من بدايه لحد النهايه. طيب بعد ما نخلص مهمه ليك انت بقى في المذاكره بتاعتك. انت بتذاكر عارف انت خلصت ايه وما خلصتش ايه. بعد ما تخلص كله هتقف على كل واحده من دول، تقف عندها كده وانت بتراجع وتشوف انا فاكر ايه منها، فاكرها بنسبه قد ايه. دي مهمه، مهمه. وفي الاخر هتلاقي نفسك لميت المنهج كامل كده في ايه؟ في حاجات بسيطه. تمام؟ تبقى فاهم انت فين بالظبط في المنهج يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا اول باب هو اسمه الدعامه والحركه. الدعامه والحركه هنا هتكلم على الدعامه الاول، وبعد كده هتكلم على الحركه بنوعيها. طيب هو الدعامه دي فين؟ قال لك الدعامه ديت موجوده في النبات وموجوده في الانسان. قال له موجوده في النبات على ايه؟ قال لك نوعين، دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه. بشكل مختصر جدا بس فيه برضو شيء من الوضوح. فسيولوجيه، الدعامه دي بتدي الشكل بتاع النبات وبتعتمد على النبات كله، على الخليه كلها على بعضها. تمام؟ التركيبيه بقى عباره عن ان انا برسب ترسيب مواد معينه. المواد دي بتديله صلابه في تركيب النبات نفسه على الجدار بتاعه، سواء من بره او من جوه. تمام؟ بتحميه. اما الفسيولوجيا بتديله شكله المعين. وببساطه كده اعتبر يا سيدي ان ده جدار الخليه، انا هجيب ماده وهرسب عليه. دي كده ايه يا باشا؟ دي كده دعامه ايه؟ دي الدعامه التركيبيه.
اما الفسيولوجيه فهي اعتبرها معايا ان هي بالونه. دي ايه؟ بالونه اهي، تمام. والبالونه ده اهي هتفسي فهتبقى ملهاش شكل خالص. هنفخها هوا، هنفخ هوا. ايه اللي هيجرى لما انفخ الهوا؟ هتتنفخ كده، بس المره دي بقى انا مش هنفخها بالهوا، لا انا هنفخها بالمياه. شفت انت لما تجيب البالونه كده وتقوم حاطط بوزها في الحنفيه وتفتح الحنفيه فالميه تبدا تخش فيها وفي الاخر بيزقلوها فوق الناس؟ هي البالونه بالظبط. اعتبر بقى البالونه دي الخليه بتاع النبات. اول لما البالونه ملهاش شكل، اول لما انت هتحط فيها الميه كده هتلاقيها خدت الشكل بتاعها كده وبقت مدوره، او في بيبقى ليها ارنب، المهم بتاخد شكل معين. حلو. طيب وطبعا بتكتسب الدعامه. فالدعامه الفسيولوجيه عامله زي النفاخه، اما الدعامه التركيبيه عباره عن جدار رصبت انا فوقه مواد. ايه المواد ديت؟ 4 مواد: سيليلوز، كيوتين، سيوبرين، لجنين. اهم: سيليلوز، كيوتين، سيوبرين، ولجنين. حلو كده؟ حلو قوي. طيب الدعامه دي كده في النبات، كده هبقى خلصت دعامه النبات. بعد كده هخش على الدعامه في الانسان. والدعامه في الانسان يا ولاد معنى كلمه دعامه بتدعم الجسم، بتدعمه، دعم جواه كده. يعني ايه بتدعمه؟ بتديله شكله. طيب الدعامه في جسم الانسان عباره عن الهيكل العظمي. الهيكل العظمي بتاعي ده، او الجهاز بقى الهيكلي كامل على بعضه، ما هو الهيكل العظمي باللي فيه، فهو الجهاز الهيكلي اللي مدي الشكل بتاع جسم الانسان. فتلاقي مثلا ان الهيكل العظمي بتاعك مديك الشكل ده بين راس وصدر الجسم والرجلين. الهيكل العظمي مثلا بتاع اعزكم الله الحصان ولا الحمار ولا اي مخلوق من المخلوقات، هتلاقي ان هو الهيكل العظمي بتاعه يختلف، فمديله الشكل بتاعه ده. طيب الدعامه بتاعه الانسان متمثله في الجهاز الهيكلي. حلو. حلو. الجهاز الهيكلي بقى دوت عندي، ما هو الجهاز عباره عن هيكل عظمي ومفاصل، غضاريف، واربطه واوتار. اقولها تاني: المفصل، لو انت بصيت على المفصل اللي موجود في الهيكل العظمي هتلاقي فيه غضاريف، وهتلاقي فيه اربطه، وهتلاقي فيه اوتار. وهو طبعا عباره عن مفصل في الجهاز الهيكلي في الهيكل العظمي. يبقى انا بتكلم على الجهاز الهيكلي كله ان هو هيكل عظمي ومفاصل وغضاريف واربطه واوتار. حلو كده؟ حلو. جيت انا خدت بقى من الهيكل العظمي ده اهو اشوف تركيبه في الجسم بتاع الانسان، لقيت ان هو هيكل محوري وهيكل طرفي. عارف يعني ايه هيكل محوري وهيكل طرفي؟ يعني المحور بتاع الجسم والاطراف بتاعته. اصبر. المحور بتاع الجسم اللي هو عباره عن الجمجمه والقفص الصدري والعمود الفقري. حلو كده؟ دوت المحور. بعد كده نمد منه بقى الاطراف الاربعه اللي هم ايديا الاثنين ورجليا الاثنين والحزمه بتاعتهم. يعني ايديا الاثنين طالعين من حاجه اسمها الحزام الصدري، اللي هو ده عباره عن لوحي الكتف وعظمتي اللهم صل على النبي، عظمتي الترقوه. والاطراف اللي تحت رجليا الاثنين بالحوض بتاعي، تمام، اللي هي اسمها برضو عظمه الحركفه الظهريه، وليها عظمه العنى وعظمه الورك، كلها على بعضها كده عامله الهيب بون اللي هو الحوض. حلو كده؟ وفي الاخر بعتبرها عظمتين 2 بس يعني. المهم الهيكل المحوري قلت ان هو بيتكون من عمود فقري وجمجمه وقفص صدري، وانا كنت عامل لها صوره كده مع نفسي يعني اللي هو عامله ازاي. بص، ادي الراس وادي العمود الفقري وادي القفص الصدري. حلو كده؟ طيب الهيكل الطرفي بقى قلنا لك ان هو الحزام الصدري والطرفان العلويان والحزام والحزام الحوضي والطرفان السفليان. حلو. سوري بس يا جماعه، نسيت ان انا اجيب لكم البتاعه اهي. انا هنا تاني اهوت، معلش. الهيكل العظمي قلنا ان هو مكون من عمود فقري وجمجمه وقفص صدري،
والهيكل الطرفي حزام صدري وطرفان علويان وحزام حوضي وطرفان سفليان. حلو. وادي الرسمه اللي انا بقول لك عليها اللي هي بتاع الهيكل المحوري. والهيكل الطرفي برضه انا عامل له ايه، ادي رسمه كده وطرفان علويان، وادي الحزام الحوضي والطرفان الايه السفليان يعني. حلو حلو. طيب ناتي بقى الحاجه اللي احنا قلناها من ضمن الجهاز الهيكلي الا وهي المفاصل. والمفاصل عندي في جسم الانسان بتختلف او بتوجد في 3 اشكال: المفاصل الليفيه، ومفاصل غضروفيه وهي اللي موجوده في العمود الفقري، والمفاصل الزلاليه. والمفاصل الزلاليه ديت هتلاقيها معظم مفاصل الجسم، تمام، وبتختلف لنوعين 2: اما انها تكون مفاصل محدوده الحركه او مفاصل واسعه الحركه. طيب محدوده الحركه ازاي؟ دي كده محدوده حركه تتحرك في اتجاه واحد بس. حلو تمام. هتقول لي طب ما انا ممكن اعمل كده. انت كده بدات تلف ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو واسع الحركه، مفصل الكتف. حلو. ففي فرق ما بينهم. اما الحركه بقى في النبات، وناتي هنا ان الحركه في النبات الحركه عموما فيها في النبات وفيها في الانسان. الحركه في النبات عندي منها 5 انواع من الحركه: حركه اللمس، حركه النوم واليقظه، حركه الشد، حركه الانتحاء، والدورانيه السيتوبلازميه. كل واحده منهم هتدرسها بالتفصيل عشان بس انا احس ان انا بشرح في الخريطه الذهنيه، بس انا برضو بحاول اوضح لك الصوره على قد ما اقدر يعني. فحركه الشد فيها بالمحاليق وفيها بالجذور. المحاليق دي في النباتات المتسلقه، الجذور في الكرمات والابصال. هتتشرح بالتفصيل ان شاء الله كمان يومين يعني ولا حاجه ان شاء الله. طيب في الانسان بقى قال لك والله عشان ان انا احرك الجهاز الهيكلي الذي يتكون من الهيكل العظمي، فانا عندي الجهاز المركزي، الجهاز العصبي المركزي، ومنه في الجهاز العصبي الطرفي. الجهاز بقى العصبي كله على بعضه بيدي الامر. الجهاز العصبي هنقول ان احنا بيدي الامر من المخ. المخ بيبعت الاشاره للعضله متصله بالايه؟ بالهيكل العظمي فتحركه. فتعالى بقى، يبقى انا عندي جهاز عصبي يأمر الجهاز العضلي ان يحرك الجهاز الهيكلي. طب ده هيتم عن طريق ايه؟ اكيد العضله اللي بتتأمر انها تحرك الايد او الجهاز عموما الهيكل العظمي يعني. طيب هدرس فيه ايه بقى؟ هعرف منه تركيب طبعا العضله، تركيب العضله الهيكليه، الانقباض العضلي، آلية انقباض العضلة، الوحدة الحركية، والإجهاد والشد العضلي. ده كل واحدة أنا على فكرة لما أوصل لحد هنا كده يبقى أنا خلصت الباب بتاعي. حلو كده؟ أدي ببساطة اهوت. أنا كده هسيب لك الPDF في الديسكريبشن، ومع ذلك أنت شوف كده فهمت أنا بتكلم على إيه؟ ده اللي أنا داخل أدرسه، ده اللي أنا داخل أشرحه، أنا لسه ما شرحتش حاجة. طيب أنا عشان هدخل معاك للشرح في حاجات انا عايزك تفتكرها. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك ان احنا هندرس هنا شويه حاجات، الا وهي ايه بقى؟ اول حاجه تركيب الخليه النباتيه، وبعد كده الفرق ما بين الخليه النباتيه والحيوانيه طبعا. بعد كده اجزاء النبات ال3 اللي هم شعيره جذريه وساق وورقه. طبعا احنا مش هندرس كل حاجه بالتفصيل، احنا هناخد منها بس الحاجات المهمه. وبعد كده عمليه البناء الضوئي، وبعد كده آلية امتصاص المية، الآليات ازاي النبات بيمتص المية دي، وبعد كده أنسجة النبات المختلفة، ودي أهم حاجة لأن مبني عليها الدعامة الفسيولوجية والتركيبية. حلو كده؟ طيب صلي بينا على النبي تاني صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الخلايا النباتية. هفرق لك الأول إن تعالى كده الخلية النباتية والخلية الحيوانية. الخلية النباتية فيها حاجتين 2 مش موجودين في الخلية الحيوانية. ايه هما؟ الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء. طيب وتالت حاجة بتفرق ما بينهم ان الخلية النباتية الفجوة العصارية اللي فيها كبيرة، اما الخلية الحيوانية الفجوات العصارية اللي فيها صغيرة. حلو. ومش مهمة قوي، لكن في النبات الفجوة العصارية مهمة جدا 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 لانها اصلا قايم عليها الدعامة الفسيولوجية كلها. حلو كده؟ يلا. طب تعالى يا سيدي نتكلم على الجدار الخلية. الجدار الخلية ده موجود في الخلية النباتية. انهي واحدة؟ اهي قدامك اهي، بسم الله، واضحة ان شاء الله. الخلية النباتية. طيب فين الجدار ده؟ قال لك الجدار الخلوي هو ده هو ده هو ده اهو 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 اهو. ده الجدار الخلوي
موجود فين؟ في الخلايا النباتيه والطحالب وبعض البكتيريا. الطحالب الخضراء وبعض البكتيريا. طيب ده وظيفته ايه؟ قال لك والله بيحمي الخليه وبيدعمها، بيحميها وبيديها شكلها. طيب تكوينه، وده مهم معايا. اي خليه اي خليه نباتيه خلقها ربنا، الجدار الخلوي بتاعها مكون من سليلوز اساسي. فاي خليه بارنشيميه، كولانشيميه، سكلرانشيميه، الخلايا دي الجدار بتاعها مكون من سليلوز، ولكن السليلوز ده رقيق. يعني ايه رقيق يا دكتور؟ رقيق يعني ما هوش مغلظ، لان البرانشيمي مثلا رقيق، الكولانشيمي مغلظ سليلوز، في السليلوز بقى كتير، رصبت سليلوز زياده على الجدار. وديت كانت قصه الدعامه التركيبيه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو ترسيب الاربع مواد سليلوز سيوبرين كيوتين لجنين. الاربع مواد دول لو رسبتهم حصل ترسيب لماده، لو حصل كلمه ترسيب دي يكتسب دعامه تركيبيه. لكن في الاساس اصلا الجدار ده مكون من سليلوز. طيب الجدار ده يا باشا، الجدار دوت منفذ، يعدي الميه، يعدي الاملاح عادي، والدنيا معاه ايزي رايح جاي. حلو كده؟ طيب خلصت انا كده الجدار الخلوي، وقلت لك تركيبه ايه، وقلت لك بيعدي الميه والاملاح عادي، ميه واملاح يخشوا عادي، ميه واملاح عادي. طيب بعد كده يجي بعده على طول الغشاء البلازمي. ما هو الغشاء البلازمي؟ هو غشاء الخليه. غشاء الخليه ده بقى يا سيدي ماله؟ قال لك والله العظيم ده هو بيحوي كده ويحافظ على محتويات الخليه دي من الخارج. طيب ايه تاني؟ قال لك والله غشاء الخليه ده شبه منفذ، واحنا اتكلمنا على النفاذيه اذا كان منفذ ولا شبه منفذ، ما اتكلمناش. تعالى يا سيدي، النفاذيه ما يعني ايه النفاذيه؟ قال لك والله بتختلف الجدر الخلايا واغشيتها الى منفذ وغير منفذ وشبه منفذ لخاصيه النفاذيه الاختياريه. حلو كده؟ انا هشرحها دلوقتي ومش هشرحها تحت تاني، او هبقى هرجع لك عليها هنت تاني. المنفذ هو بيعدي الميه وايونات الاملاح المعدنيه عادي جدا، زي ايه؟ الجدار السليلوزي. فقلنا ان الجدار الخلوي ده اهو اللي مكون من سليلوز، فالجدار السليلوزي بيعدي الميه والاملاح عادي. طيب وقلنا بعد كده ان الغشاء البلازمي ده شبه منفذ. يعني ايه يا ولاد شبه منفذ دوت؟ شبه منفذ يعني يعدي الميه عادي، ولكن الاملاح يعدي كثير من الاملاح، ما يعديش بعض الاملاح، ياخد اللي هو عايزه، ما ياخدش اللي هو مش عايزه. فاهم انت؟ ويمنع نفاذ السكر والاحماض الامينيه اللي هي البروتينات ذات الجزيئات الكبيره الحجم. فهي لما تكون كبيره مش هتعرف تعدي من الغشاء البلازمي اللي يتميز بانه يمتلك ايه يا باشا؟ ثقوب صغيره ودقيقه جدا، فهتعدي اللي هي عايزاه. قال لك طيب ده ايه بقى؟ قلنا الاغشيه البلازميه هي اغشيه شبه منفذه رقيقه ذات الثقوب دقيقه، بتعدي اللي هي عايزاه النفاذيه بتاعتها، ولكن اساس انها بتعدي الميه. فلما يجي هنا الميه اقول لك ده هتعدي من الجدار الخلوي عادي هي والاملاح. نيجي هنا دخلنا على الغشاء يقول لك استنى والله ده انا مش عايز كل الاملاح، عدي لي مثلا صوديوم او عدي لي بوتاسيوم بس ما وطلع لي صوديوم بره، او ما تدخليش الكلور مثلا. حلو؟ لا ده انا ارسمها لك كده. يبقى انا يا باشا دي ايه؟ دي ميه ايه؟ ميه. الميه ديت داخله بص بالازرق ايه؟ هتعدي عادي من الجدار، هتعدي عادي. هتيجي عند الغشاء نقول لك استنى، الغشاء يعدي الميه تكمل عادي. طيب عندي اللهم صل على النبي املاح، دي املاح ايه؟ املاح هتعدي من الجدار عادي. تيجي تقف هنا والله بعضها يدخل والبعض يخرج، او ممكن ما تدخلش خالص. هي ايه؟ هي حره. طيب فاكر تركيبه؟ انا كده قلت لك الخاصيه وقلت لك هو فين. تمام؟ فاكر تركيبه؟ قال لك والله يا باشا كان مكون من رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء. رؤوس المحبه وذيول كارهه. حلو؟ مش هنقف في الحته دي كتير، اهم حاجه فكره النفاذيه اللي انا قلتها لك، النفاذيه الاختياريه بتاعته. طيب كده انا خلصت حاجتين اتنين مهمين، الا وهو الجدار
وغشاء الخليه. ناتي بقى للحته الثانيه الا وهي البروتوبلازم. ما هو ما هو البروتوبلازم؟ بروتوبلازم الخليه. قال لك انا بعد ما عديت الجدار والغشاء كل ما هو بعدهم هو بروتوبلازم الخليه. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ بص يا سيدي، انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا عندي جدار من السليلوز. حلو كده؟ بعد الجدار اللي من السليلوز ده هياتي الغشاء البلازمي اللي هو ايه يا باشا؟ اللي هو شبه منفذ كده. ده غشاء بلازمي وده جدار سليلوزي اللي هو جدار الخليه. طيب ايه اللي جوه بقى؟ قال لك والله ده هتلاقي جوه النواه، وهتلاقي الفجوه العصاريه مهمه جدا، الفجوه دي اهم حاجه النهارده معانا، وهتلاقي عضيات مثلا من بلاستيدات خضراء، هتلاقي ميتوكوندريا. حلو كده. هتلاقي والله كل حاجه بقى، الحاجات قدامك اهي، ميتوكوندريا، ريبوسومات، لايسوسومات، شبكه اندوبلازميه، خشنه وملساء، يعني كل اللي انت عايزه. حلو كده. طيب ده كله عايم فين؟ في سائل اسمه ايه بقى؟ السيتوبلازم. حلو كده. ده اسمه ايه؟ سيتوبلازم. كل اللي جوه ده يا بيه، كل اللي جوه الغشاء ده اسمه ايه؟ ده كله بروتوبلازم. حلو كده. كل ده البروتوبلازم اللي بالمناسبه لما يدخلوا ميه هتبقى الخليه حيه. اما لو ما عرفتش ادخل بالميه، جيت ادخل بالميه لم استطع الدخول بالماء، ما دخلش الميه، يبقى تبقى ميته. لو ما دخلش الميه تبقى ميته. حلو كده. ولو ميته وما دخلش الميه البروتوبلازم ده كله ايه يا باشا؟ يموت. حلو كده. يبقى لابد من وجود الميه عشان الخليه ديت تعيش والبروتوبلازم بتاعها يعيش. طيب البروتوبلازم ده بقى مكون من ايه؟ عضيات. العضيات اللي جوه دي بقى منها عضيات قال لك غشائيه وغير غشائيه. انا مش مهم عندي الكلام ده كله، انا افكرك ببعض الحاجات. اهم حاجه تعرف ان الفجوه دي هي اللي بتمتص الميه، دي من ضمن العضيات بقى. اول عضي واهم عضي انت محتاجه الفجوه العصاريه. ده دي اللي بيحصل فيها ايه؟ دي اللي بيتم تخزين فيها الميه والمواد الغذائيه والاملاح المعدنيه. طيب وبرضه بيتم تخزين فيها مثلا الفضلات بتاع الخليه في اوقات. بس اهم حاجه معايا السنه دي وفي الباب ده الا وهي ايه يا باشا؟ انها هي اللي بيكون جواها الميه، بتختزن المياه بداخلها. فاذا امتصت الماء ودخل الميه جواها تنفخ نفخها بقى، تقوم زقه السيتوبلازم اهو. الفجوه ده يا معلم بتتنفخ. اول لما تتنفخ تبدا تزق في ده كله، زقت في ده كله هتزق فيه، وهتزق فين؟ في الغشاء كمان، وتزق في الجدار كمان، زق تكبر الخليه، تكتسب الدعامه الفسيولوجيه. طب فقدت الميه، يقوم ده كله يرجع تاني، ده كله يرجع تاني خلاص، ودي تنكمش كده، فقدت الدعامه الفسيولوجيه. طيب نكمل. قلنا السيتوبلازم هو ايه يا باشا؟ السيتوبلازم دوت هو السائل اللي بتسبح فيه عضيات الخليه. النواه هي المركز الاساسي في الخليه اللي بيدير العمليات الحيويه ومسؤول عن الانقسام بتاع الخليه كمان، وليها دور قدام في الدي ان ايه والار ان ايه. حلو، ده دور كبير، ده اهم حاجه، ده جوه الدي ان ايه. تعالى يا سيدي بعد كده هتلاقي قلنا الميتوكوندريا ديت المسؤوله عن انتاج الطاقه. هتلاقي عندك الريبوسومات ديت اللي بتقوم بتصنيع البروتينات داخل الخليه. الريبوسومات موجوده لوحدها في الخليه او في مجموعات، ودي بتقوم بتصنيع البروتينات للخليه وتصليح برضو المشاكل اللي بتكون جوه الخليه. او بتكون الريبوسومات دي موجوده على الشبكه الاندوبلازميه، فاذا وجدت عليها تجعلها شبكه اندوبلازميه خشنه. اذا كانت شبكه اندوبلازميه، بص النقط اللي عليها دي، النقط السوداء اللي عليها دي، النقط السوداء اللي على الشبكه الاندوبلازميه ديت هي اللي هي ديت الريبوسومات اللي بتصنع بروتينات برضه عليها. والبروتينات اللي بتصنعها عباره عن انزيمات بتستخدمها الخليه بعد كده انها بتطلعها. هتلاقيها موجوده مثلا فين؟ في الامعاء، في الغدد،
اللي بتقوم بافراز انزيمات، مثلا انزيمات هاضمه او غدد بتفرز لعاب، اللي هو برضو في الانزيمات الهاضمه. ما علينا، مقصد الكلام انها بتطلع البروتينات اللي هي بتفرزها دي زي الانزيمات خارج الخليه. حلو كده. الشبكه الاندوبلازميه الملساء تقوم بتصنيع اللايبيدات. طيب بعد كده ايه تاني؟ خلاص انا مش محتاج حاجه تاني، مش محتاج حاجه تاني كده. انا قلت لك الجدار وهو الغشاء، وقلت لك فايده الجدار اهم حاجه فيه ان هو مكون من سيلولوز، واي خليه نباتيه الجدار بتاعها فيها جدار، والجدار من سيلولوز، يعني هيعدي الميه والاملاح. بعد كده هنتكلم لو رسبنا حاجه، اللي هنرسبه ده بيعدي ميه برضو ولا لا. يعني لو رسبت سيلولوز هيعدي ميه، لو رسبت ماده تانية زي سيوبرين كيوتين لجنين ما يعديش الميه، يبقى ما دخلش ميه جوه الخليه، يبقى الخليه ايه؟ تموت. طيب الخليه كل اي كائن حي لازم له ميه، ما فيش ميه يموت. حلو كده. وغشاء الغشاء البلازمي غشاء شبه منفذ ليه النفاذيه الاختياريه، يعدي الميه ويختار هعدي بقى انهي املاح، مش عايز ده عايز ده، انا حر. حلو كده. ده تركيب الخليه النباتيه وخواص كل حاجه فيها كده على السريع. ناتي بعد كده خلاص هيبقى اجزاء النبات الثلاثه بقى، الشعيره الجذريه والساق والورقه وعمليه البناء الضوئي. طيب نيجي بقى يا جدعان على اجزاء النبات الثلاثه. اي نبات في الدنيا، اي نبات بيتكون من 3 اجزاء. ده لو احنا هنتكلم عليه ان هو سطح التربه، فهنتكلم كان ان هو بيجي من تحت بجذر اهو، ده جذر، وبعد كده بيطلع بساق. حلو كده. ومن الساق دي بيطلع منه الاوراق اهي. حلو كده الكلام. حلو الكلام. قال لك خلاص هناخدها واحده واحده. اما بالنسبه للجذر، فهتلاقي ان الجذر ده طالع منه حاجه كده صغيره عامله زي جذور صغيره اسمها شعيرات جذريه. طبعا كلنا عارفين الشعيرات الجذريه وخدناها قبل كده. طيب تركيبها عامل ازاي يا دكتور بقى الشعيرات الجذريه دي؟ قال لك تعالى كده بص على الرسمه ديت معايا، نكبرها كده ونشوف الكلام على ايه. بيقول لك يا سيدي ان انا دلوقتي اي جذر معايا هتلاقيه مكون من المنظر ده كده. قال لك هو ايه المنظر ده؟ قال لك هتلاقي من بره في حاجه اسمها خلايا البشره الخارجيه، دي طبقه واحده من خلايا البشره اهي. بعد كده هتلاقي يا باشا حاجه اسمها خلايا القشره دي. بعد خلايا القشرة دي بقى بتدخل على حاجة تانية اسمها خلايا البشرة برضو، بس خلايا البشرة الداخلية. يبقى أنا عندي بقى بشرة خارجية وادي بشرة داخلية، وما بينهم خلايا الايه؟ خلايا القشرة. حلو كده. طيب بعد كده بتلاقي يا سيدي أوعية الخشب هي ديت، واللحاء اهو هنا كده. ده اللحاء اللي هو اللي بالازرق ده، اما اللي بالاحمر ده ايه؟ أوعية الخشب. طيب ده التركيب بتاع الشعيرة الجذرية والجذر. لان هتعرف بعد كده ان والله اصل خلايا البشرة الخارجية ديت هي عبارة عن خلايا بارنشيمية تمتد الخلايا البارنشيمية دي بيحصل لها استطالة، وبالتالي طولها بيزيد كده، والفجوة العصارية بتاعتها بتكبر وبيبقى تركيزها عالي جدا. الفجوة دي بتكبر وتركيزها بيبقى عالي جدا، وطبقة السيتوبلازم دي بتخف، وده بيكون ايه؟ الجدار بتاعها ده بيكون سليلوزي رقيق. حلو كده. طيب ده تركيب الشعيرة الجذرية والجذر. نيجي بعد كده لتركيب الايه يا سيدي؟ لتركيب الساق نفسها. ما ديت اسمها دي كده اسمها الساق. الساق باختصار، اصل الكلام فيها كتير ومكوناتها كتير، فهنقول على مكونين 2 اساسيين فيها، وهم اهم مكونين اللي هم ايه؟ لسه قايلينهم من شويه، كانوا موجودين في الجذر بيكملوا كمان في الساق، اسمهم اوعية الخشب واللحاء. فهتلاقي يا سيدي، هتلاقي ان انا هنا مثلا خليها بقى باللون البني السميك ده، ان ده خشب اهو. حلو كده. دي اوعية الخشب اهي، دي كده اوعية الايه؟ الخشب. معلش انا مش هعرف افتحها دلوقتي. وهنا يبقى ماشي هنا كده الايه يا باشا؟ اللحاء. حلو كده. طيب اوعية الخشب ديت فايدتها ايه؟ قال لك اوعية الخشب فايدتها انها تاخد المية دي من الجذر للساق للورقة في اتجاه واحد، من التربة للورقة، هي اتجاهها كده بتاخد المية.
طيب اللحاء قال لك والله بياخد العناصر الغذائيه اهمها السكروز اللي هو السكر اللي بيتكون مع الجلوكوز وكده، وبعد كده ياخد ده كله ويوزعه على اجزاء النبات المختلفه، فبيبقى الاتجاه نازل وطالع رايح جاي عادي، اتجاهه في الناحيتين. اما الخشب فهو اتجاهه طالع بس. حلو كده، جميل. ده اللي انا عايزك تعرفه في الساق اللي موجودة في النبات. بعد كده بتخش على حاجة اسمها الورقة. على فكرة الخشب واللحاء دول بيكملوا الاتنين في الورقة، يعني احنا الخشب ده بيكمل هنا، وكذلك اللحاء. تمام، في الحزمة الوعائية الوسطية الأساسية اللي بتبقى موجودة جوه الورقة. حلو كده، وبتكمل اهي في جهاز دوري كامل للنبات بينقل المية والأملاح للنبات في أجزائه المختلفة. حلو كده، حلو أوي يا دكتور. طيب يبقى دوت ايه يا باشا؟ الخشب اللي موجود في الساق. طيب نيجي بعد كده على تركيب الجزء الأخير من النبات ألا وهو الورقة. ايه اللي انا عايزك تعرفه في الورقة؟ ده كلام بسيط وسهل ومش محتاج اي مشكلة خالص. احنا بنتكلم، جبنا يا سيدي ورقة شجر اهيت، زي اقول لك زي اللي انت شايفها قدامك دي. حلو كده، دي كانت ورقة كاملة، يعني دي كانت لها تكملة كده، وده كان النسيج الوسط اللي فيها. قمنا جايين احنا قاطعين الورقة من النص. تمام، لما قطعناها من النص بصينا بقى على الجزء ده اهو. بص 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 الجزء اللي عامل زي الفراشة ده، اصبر، بص الجزء اللي عامل زي الفراشة ده بقى الجزء اللي وفيه كده في النص الحزمة الوسطية. حلو، الحزمة الوعائية الوسطية دي في النص اهي، هي دي برضو. وادي ديت الجزء اللي هو بتاع الورقة لما احنا قطعناها في مقطع عرضي كده ليها، كبرناها بالميكروسكوب بشكل اوضح واكبر، فبنت لنا التفاصيل بتاع الورقه من السطح بتاعها اللي بره اللي فوق يعني، والسطح بتاعها اللي تحت، ومكوناتها اللي في النص. فقال لك هو ايه اللي من بره ومن جوه وفي النص ده؟ قال لك والله من بره في طبقه اسمها طبقة البشرة، وكذلك موجودة تحت. يبقى طبقتين اتنين، طبقتين اتنين من البشرة اهم دي ودي. حلو كده. طيب وبعد كده يا سيدي هتلاقي فوق طبقة البشرة دي مغطيها كده طبقة من الكيوتين او الكيوتيكل، هي دي. هعملها لك انا بالاحمر اهي. بص الطبقة دي كده طبقة من الكيوتين، مادة شمعية عازلة للماء، مهمة جدا طبعا، مهمة جدا، وبتكون بنسبة اكبر موجودة فوق عشان تمنع خروج المية من الورقة لفوق، يعني تمنع فقد الورقة للمية، وبالتالي تحتفظ على المية في الورقة فتفضل مكتسبة دعامتها. ومن تحت بيبقى طبقة واحدة بس من الكيوتيكل او الكيوتين، لحد ما بتوصل لحتة اسمها الثغر. الحتة دي بص الحتة دي كده، دي الثغر ده عليه خليتين اتنين اسمهم الخليتان الحارستان للثغر. وانس ان هم ينتفخوا يكتسبوا المية وينتفخوا بيفتحوا الثغر، الفتحة بتفتح، ولما يفقدوا المية بينكمشوا ويقفلوا على بعض عشان يحافظوا على المية اللي جوه الورقة ما تخرجش من خلال الثغر ده، لان هنا بيبقى بخار المية اللي بيتجمع فبيخرج من الثغر ده، وبتكمل بعد كده عادي. حلو كده، حلو، بس بتسيب فتحات الثغر مفتوحه. دوت كان اسمها ايه ده يا باشا؟ كان اسمها طبقه البشره، طبقتين اتنين من البشره، العليا والسفلى، وطبقه الكيوتين الشمعيه اللي موجوده فوق وتحت، وفوق بتكون اكتر. نيجي بقى للنسيج المتوسط. النسيج المتوسط فيه نوعين اتنين، نسيج متوسط عمادي اللي هو اللي انت شايفه قدامك ده. الخلايا بص عموديه مستطيله، هي شكلها مستطيل، وعمودية على الطبقة العليا للبشرة اهي، مرصوصين رصة الله اكبر، محترمة جدا وما شاء الله عليها جميلة. طيب الرصة دي بقى والخلايا دي مالها؟ قال لك يا باشا ده الخلايا دي مليانة بلاستيدات خضراء ومهمة جدا في عملية البناء الضوئي. قال لك طب هو البشرة ايه دنيتها؟ قال لك لا، هي البشره ما كانش فيها طبقه البشره العليا والسفلى، ما كانش فيها بلاستيدات خضراء، وما كانش فيها صبغه كلوروفيل، فما تقدرش تقوم بعمليه البناء الضوئي. لكن النسيج المتوسط العمادي والاسفنجي الاتنين فيهم بلاستيدات خضراء، والعمادي بيكون اكتر لانه بيكون فوق، وبالتالي بيعمل عمليه البناء الضوئي بشكل اكبر. طيب
النسيج المتوسط الاسفنجي الخلايا بتاعته غير منتظمة الشكل وبينها فراغات هوائية زي ما انت شايف كده. الفراغات ديت وظيفتها انها بتاخد المية بعد كده من الخشب وبعد ما يعدي المية في النسيج ده كله، سواء العمادي او الاسفنجي، لان الجدار بتاع الخلايا دي كلها من السليلوز، فيقدر ان هو يبقى فيه ميه. الميه دي كلها بتتجمع في الفراغات الهوائيه الى ان تخرج من الصغور في عمليه تسمى عمليه النتح، وده بتكون متزامنه مع بقيه العمليات سواء عمليه الامتصاص او عمليه البناء الضوئي، ده كله بيبقى ماشي مع بعضه يعني. طيب التركيب الاخير بقى في الورقه الا وهو الحزمه الوعائيه، دوت خشب ودوت لحاء. الخشب قلنا بقى وظيفته ان هو مطلع الميه من تحت لحد هنا كده. الميه اول لما تخرج من الخشب تبدا تدي للخلايا دي كلها، الخلايا بتاعه النسيج المتوسط كلها وخلايا البشره كمان، ده كله بيمتلئ بالمياه. ده كله بعد ما بيمتلئ بالمياه وكله اكتفى من الميه، بعد كده الميه الزياده عن ده كله بتقف تتجمع فين يا باشا؟ في الفراغات ده. الفراغ ده بقى هو اللي بيتجمع فيه الميه. الميه ديت بتبدا تطلع من الصغر من هنا. حلو كده؟ حلو قوي يا دكتور. طيب عايز اعرف فيها ايه تاني. عايز اقول لك بقى احنا لما اتجمعت الخلايا، لما اتجمع الميه هنا وطلعت من الخشب اللي هنا كده وقعدت تتجمع في الخلايا دي، جات الميه دي عايزه تخرج من هنا ما عرفتش. ليه يا باشا؟ عشان طبقه الكيوتين اللي فوق دي منعت خروجها. ولكن خلايا البشره دي ما بينها وما بين بعضها كده بتدي بعضها من خلال حاجات اسمها روابط بلازميه بتجمع ما بين بعضها كده ما بين الجدران. فكل ده بيبقى فيه ميه عادي، يعني الخلايا دي خلايا حيه، ولكن ترسب عليها من فوق ماده تسمى الكيوتيكل او الكيوتين ادتها دعامه. فانا حافظت على الميه اللي جواها فخدت دعامه فسيولوجيه، ومنعت الميه انها تخرج. لما رسبت الكيوتين، لما رسبت اكتسبت دعامه تركيبيه وادتها قوه وصلابة يعني. حلو كده؟ حلو. انا كده اتكلمت على التركيب اللي موجود بالنسبة للشعيرة الجذرية والجذر، وعرفت ازاي بتتكون، وتركيب الساق من اهم حاجتين فيه اللي هم الخشب واللحاء. بعد كده اتكلمت على تركيب الورقة وخدت منها قطاع عرضي وعرفنا الكلام ماشي فيها على ايه. نأتي بقى لعملية ألا وهي عملية البناء الضوئي. هي ازاي عملية البناء الضوئي بتتم؟ قال لك يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملية البناء الضوئي ديت هي ايه؟ قال لك هي تحويل المواد الغير عضوية زي الايونات، المية والاملاح المعدنية، طبعا غير معقدة بسيطة، بخليها انا بقى مواد عضوية طبعا معقدة. عندك زي ايه يا باشا؟ زي السكر الجلوكوز. انا خدت المية اهو، ماء واملاح معدنية، امتصتها من التربة، دخلت الجذر بكل سهولة جدا. بعد كده طلعت في الساق ومن خلال الخشب اتوزعت على جميع الأوراق اللي موجودة في النبات. حلو كده. بعد كده الورقة بواسطة طبعا الخلايا اللي موجود فيها البلاستيدات الخضراء. الخلايا دي بيكون فيها صبغ الكلوروفيل، البلاستيدات الخضراء بيكون فيها صبغ الكلوروفيل بيمتص طاقة الشمس، الضوء والحرارة، وبيجي معانا كمان ثاني اكسيد الكربون بيخش الورقة بالانتشار. حلو. ده كله بيكون موجود معايا هنا اهو. تتم عملية البناء الضوئي، يقوم خارج معايا السكر اللي هو مواد غذائية والاكسجين اللي هو الناتج برضو، ودوت بيخرج برضو بالانتشار. اما السكر بيخش في اللحاء ويتوزع على بقية اجزاء النبات. وبالتالي يبقى كده تمت عملية البناء الضوئي بان انا خدت مية واملاح. المية والاملاح دي امتصتها من الجذر مرورا اهو بالراحة تاني، مية واملاح، ماء واملاح امتصتهم من الجذر، دخلت المية والاملاح امتصتهم من الجذر مشوا في نسيج الخشب اهو. حلو كده. وبعد كده طلعوا من خلال الساق الخشبية، الخشب اللي موجود في الساق. بعد كده يا سيدي طلعوا فين؟ في الخشب اللي موجود لحد ما راحوا للأوراق وتوزعوا على الأوراق. حلو كده. علشان تقوم بعملية البناء الضوئي في المنطقة دي، ومن ثم يرجع تاني ايه بقى؟ الغذاء. يرجع تاني الغذاء، واللي هو في صورة، ممكن يكون في صورة سكر عادي، يعني هو الغذاء ده في صورة سكر. السكر ده بقى يا سيدي هيبدأ يتوزع على بقية
اجزاء النبات من خلال نسيج الايه يا باشا؟ اهو، من خلال اللحاء. بيحصل ايه؟ يتم توزيع الغذاء اللي هو في صورة ايه يا باشا؟ سكر، اللي هو السكروز عادي. حلو كده. يتم توزيع الغذاء ده على بقية أجزاء النبات لتتم عملية البناء الضوئي بكل سهولة. في معلومة بقى يا سيدي مهمة، ألا وهي من آليات امتصاص المية. أنا عندي آلية اسمها الخاصية الإسموزية، وآلية تانية تسمى خاصية التشرب. الاتنين بيستخدمهم الجذر عشان يمتص المية من التربة إلى الجذر ثم الساق ثم الورقة. حلو كده. ايه هي الخاصية الإسموزية؟ قال لك والله ان انتقال الماء إلى التركيز الأعلى للأملاح، من التركيز العالي للمية، من الجهد العالي للمية إلى الجهد الأقل. ليه يا سيدي؟ أصل الملح بيعشق المية، بيحبها جدا. فالملح لما يكون كتير يقولك هات المية ناحيتي، فالملح بيشد المية ناحيته. وهنا بقى ان الفجوة العصارية اللي بتبقى موجودة في الخلية بيكون تركيز الأملاح فيها عالي. أنهي يا باشا فجوة عصارية؟ أنهي فجوة عصارية اللي أنا بتكلم عليها؟ بتكلم على الفجوة العصارية دي، الفجوة العصارية اللي بتكون موجودة في الشعيرة الجذرية في الخلية. ما احنا قلنا لما هي استطالت الشعيرة الجذرية ده ايه؟ استطالت، قالك حصل ان الفجوة كانت مركزة كبيرة ومركزة بالأملاح، فالملح فيها عالي يسحب المية ناحيته بالخاصية الإسموزية، والمية تدخل اهوت من الجدار للغشاء ثم للفجوة العصارية اللي هنا، وتبدأ تعدي المية خلال الفجوات العصارية اللي موجودة في الخلايا المختلفة من بشرة ثم خلايا القشرة. حلو كده. طيب، والخاصية التانية هي اسمها خاصية التشرب. التشرب هنا الخلايا الخلايا الجدار بيبقى عليه مادة اسمها مادة السليلوز، واحنا قلنا ان هو متكون اساسا من مادة السليلوز. المادة دي مادة غروية محبة للمية، فلما بتشوف المية بتسحبها. حلو. طيب، ايه اللي بيحصل؟ قالك ان الجدار اهو شاف في مية حواليه، فالمية قامت داخلة ودخلت جوه الجدار، ولكن المادة دي ما دخلتش الفجوة العصارية، فالطريق اللي هي هتسلكه اسمه كده طريق خارج خلوي، خارج الخلية اصلا، هو بس في الجدار. اما ده طريق اسمه كده داخل خلوي، يعني جوه الخلية. قالك طيب ايه اللي بيحصل؟ قالك الطريق بتاع المية انها بتدخل المية اهي من بره، دي مية بتدخل جوه الفجوة دي كده بالخاصية الاسموزية، من فجوة عصارية بتاع الخلايا بتاع البشرة للفجوات العصارية بتاعة خلايا القشرة، عن طريق حاجة اسمها الروابط البلازمية اللي موجودة بين الخلايا دي كلها، تعدي في الفجوات دي الى ان تصل الى خلايا البشرة الداخلية. ما دي خلايا البشرة الخارجية، ودي خلايا القشرة، ودي خلايا البشرة الداخلية. خلايا البشرة الداخلية دي بيكون عليها شريط اسمه شريط كاسبري. شريط كاسبري ده بيكون في أماكن اللي هي بالبني دي، الأماكن اللي بالبني دي خلايا مغلظة ومترسب عليها بمادة مهمة أوي يا أولاد، بمادة السيوبرين او الفلين. المادة دي غير منفذة للمية، وبيبقى شريط كاسبري ده موجود على الجدار بتاع الخلية، وبالتالي هو بيمنع المية انها تعدي جوه الجدار، لكن ما بيمنعش المية انها تعدي في الفجوة العصارية بتاع الخلية نفسها. يعني ايه؟ يعني مثلا نقول ان الخلية اهي، دي مثلا الخلية اهي، تلاقي الجدار بتاعها ده هو اللي ترسب عليه، لكن من جوه الخلية كده الفجوة هنا بالروابط البلازمية، الفجوة بتاخد المية وتعديها اهي من هنا كده، بتعديها الناحية التانية بسهولة، فالمية هتعدي جوه الفجوة العصارية وتعدي الأوعية الخشب بكل بساطة وسهولة جدا. اهو من هنا كده
الميه هتعدي من خلال الفجوات لحد ما تيجي هنا، تعدي من الروابط البلازميه بتاعه الخليه دي بتاع البشره الداخليه، وتعدي جوه لاوعيه الخشب بدون اي مشكله خالص. اما الطريق التاني اللي هو بيعتمد على خاصيه التشرب بماده السليلوز، الميه بتخش هنا في الجدار، ما بتخشش جوه الخليه، وتعدي بين جدر الخلايا جدار ورا جدار ورا جدار كده، لحد ما توصل ان هي بتقف، ما تعرفش تخش عن طريق الشريط بتاع كاسبري، ولكن تقدر تخش عن طريق خلايا اسمها خلايا المرور. خلايا المرور ديت هي اللي بتكون فيها الروابط البلازميه بتسمح للميه انها تعدي خلال الفجوه العصاريه، وبتخش بعد كده لاوعيه الخشب اللي موجوده في الجذر. المقصد من الكلام ان على قد ما الميه بتنتقل اما داخل خلوي او خارج خلوي من خلايا البشره الخارجيه وخلايا القشرة، إلا إنها ما تقدرش تخش لأوعية الخشب في الجذر إلا عن طريق واحد بس، ألا وهو الداخل خلوي اللي جوه الخلية بالفجوة العصارية بالخاصية الإسموزية. أنا كده عرفتك عملية البناء الضوئي، عرفتك امتصاص المية ازاي في الجذر، وعرفتك كمان انتقال المية من الجذر للساق الى ان تصل الى الورقة. خلي بالكم يا ولاد، لما المية بتطلع للورقة من هنا قلنا انها بتدي كل الخلايا اللي موجودة بتاعت النسيج المتوسط سواء العمادي او الاسفنجي او حتى البشرة، كل ده بيمتلئ مية. ولما المية دي بتزيد عن الحد او بقت خلاص انا بقى معايا مية تكفيني والزيادة وبستخدمها، بيحصل بقى ان المية دي بتتجمع هنا في الفراغ الهوائي ده اللي بيتجمع فيه بخار مياه، تمام، بتطلع عن طريق الثغور. وبكده بتنتهي عملية البناء الضوئي وآليات تركيب الشعر الجذرية والساق، يعني تركيب أجزاء النبات وعملية البناء الضوئي. هنخش بقى على آليات امتصاص المية الأربعة. آليات امتصاص الماء في خاصية تسمى خاصية الانتشار. أنا مش عايزك تعرف فيها حاجة قد كده، كل اللي أنا عايزك تعرفه لي فيها يعني مش مهمة، بس هعرفها لك كده اللي هو بس من باب العلم بالشيء. أنا معايا الكوب ده فيه ماء، حطيت انا في الكوب ده بقعة حبر مثلا، بقعة الحبر ده اللي نزلت مكونة من ايه يا سيدي؟ مكونة من ايونات وبتاع، هتبدأ تنتشر جوه المية دي. هل دي شيء مهم معايا في المنهج السنة دي؟ مش مهم، مش عايزك تعرفه. اللي انا عايزك تعرفه 3 خواص. اول حاجة الخاصية النفاذية، ازاي الميه بتعدي، هل هتعدي ولا لا، وديت احنا شرحناها بشيء من التفصيل وقلت لك هرجع لها. ادي ان في عندي منفذ للماء ديت زي جدر السليلوز، اما غير منفذ لا ينفذ الميه وايونات الاملاح لا بيعدي ده ولا ده، زي الجدر المغطاه ب3 مواد كيوتين سيوبرين لجنين. حلو كده، حلو. والشبه المنفذ وقلنا ان هو زي الاغشيه البلازميه ذات الثقوب الدقيقه، بتعدي الميه وتحدد نفاذ كثير من الاملاح بدماغها وبراحتها، وما تعديش يا اخي السكر يعني تعدي السكر عادي، بس اللي ذات جزيئات كبيره في الحجم دي ما نعرفش نعديها، هي والبروتينات والاحماض الامينيه. حلو كده، حلو كده. نأتي للخاصية الإسموزية وخاصية التشرب. خليني أقول لك خاصية التشرب دلوقتي وأنهاها لك عشان أخش لك في الخاصية الإسموزية. وقلت لك هما الاتنين دول هما اللي أنا استخدمتهم فوق عشان الشعرة الجذرية تاخد المية والأملاح وتطلعهم، صح؟ خاصية التشرب دي إيه؟ بيقول لك دلوقتي إن تستطيع الخلايا النباتية اللي الجدار بتاعها مغطى المواد دي مواد غروية ديت بتعشق الميه، بتحب الميه جدا. طيب اهم 3 مواد معايا ايه؟ اهم ماده معايا السليلوز، وفيه البكتين، وفيه البروتينات البروتينات السيتوبلازميه في السيتوبلازم. حلو. البروتينات، يعني البروتينات دي بتمتص ميه والبكتين بيمتص الميه بس اهم ماده معايا الا وهي يا باشا السليلوز، اللي كان بيعدي الميه والاملاح لا ده طلع كمان اللي هو بيعشق الميه، يعني هو بيسحبها هو كمان لوحده كده. طب ديت موجوده في ايه؟ في حياتنا اليوميه. المنديل ده مصنع من السليلوز، لو حطيته على اي بقعه ميه او جيت انشف فيه العرق كده هيمتص الميه في ثانيه. ليه؟
مصنع من السليلوز، نفس السليلوز اللي موجود فيه ده اهو موجود برضو في الجدار بتاع الخليه النباتيه. يعني هيعدي الميه ولا لا يا دكتور؟ يعديه. طب لو شويه ملح دايبين في الميه مش هيعدوا جواه برضو؟ يعدوا. يبقى بيعدي الميه والاملاح عادي. حلو كده. نوك دي خاصيه التشرب. الخاصيه الاسموزيه بقى عشان نبقى ايه خلصنا كده. قال لك هي مرور الماء خلال الاغشيه شبه المنفذه منين بقى؟ من وسط ذو تركيز مرتفع لجزيئات الميه. الميه فيه كتير واقل لتركيز الاملاح. ده اللي هو فيه ميه كتير واملاحه قليله. ده بقى اللي انا هاخد منه الميه. ما هو اللي فيه ميه كتير ده كانت التربه اللي انا راويها فيها ميه كتير، والاملاح اللي فيها قليله. انا بقى هاخد منها الميه دي فين؟ الفجوه العصاريه اللي هي وسط ذو تركيز عالي للاملاح ومنخفض في الميه. اهو الى وسط ذو تركيز منخفض لجزيئات الميه اعلى للاملاح. طيب وده حاجه كده بتوضحها لك اهي. ده نفس الكلام اللي اتقال بس خلال الغشاء ايه يا باشا؟ شبه منفذ. تعالى كده انا جابوا لك ايه؟ جابوا لك غشاء اهوت. الغشاء ده كده غشاء ايه؟ شبه منفذ اهو. حلو كده. غشاء الشبه المنفذ ده جابوا لك هنا محلول ملحي مخفف. يعني ايه مخفف؟ فيه ميه كتير وملح اهو. ماء كتير وملح قليل. انت بذمتك لو واكل ملح قليل هتبقى محتاج تشرب؟ لا، انا لو واكل ملح كتير، جزيئات ملح كتير اهي. شايف؟ بص ده اللي هي الحبيبات الزرقاء دي ملح كتير مركز، محلول ملح مركز. يعني ايه يا باشا؟ ملح كتير اهو، ملح كتير. مش هتكلم بقى على ميه دلوقتي. الملح الكتير ده يسحب الميه اللي هنا، يبقى تمشي كده. يبقى اهو بيقول لك اهو بص دي اتجاه الميه من الملح القليل للملح الكتير. حلو كده. طيب واكله ملوحه وعايزه ميه. واكله ملوحه عايزه ميه. اللي بتاكل ملوحه بتبقى عايزه ميه. بتاكل ملوحه يا ابني يبقى انت هتشرب ميه. اللي فيه ملح كتير هيشرب الميه. اللي عنده ملح كتير هيشرب الميه. انا عدتها 3 مرات او 4 ياك تغلطوا فيها. اخيرا انسجه النبات. انسجه النبات دي اخر حاجه معايا. الانسجه النباتيه تنقسم لنوعين 2. انسجه نباتيه بسيطه اللي هي نسيج بارنشيمي، كولانشيمي، سكلارنشيمي. وانسجه مركبه زي الانسجه الوعائيه، الخشب واللحاء. مش لسه قايلينهم؟ خشب بياخد الميه والاملاح يديها للنبات، والاوراق تعمل المغذيات، الغذاء بتاع النبات، سكر وجلوكوز، ياخدوا يوزعوا على بقيه اجزاء النبات عن طريق اللحاء. اللحاء هو اللي بيوزع بقى الغذاء اللي في الورقه ده لبقيه اجزاء النبات. الانسجه البسيطه ركز معايا قوي قوي قوي. الانسجه البسيطه عندي بتنقسم الى برانشيمي وكولانشيمي وسكلارنشيمي. البرانشيمي دوت، عارف لما يقول لك دي الحاجه دي البيزك الاساسيه، يعني حاجه كده على ابوه، بعد كده هنبدا احنا بقى ايه نعدل عليه. طيب الخلايا البرانشيميه هتلاقي الجدار بتاعها جدار رقيق من السليلوز عادي. فاذا بيا انا عندي ميه يعدي من السليلوز بكل بساطه. عدى من السليلوز ويدخل الفجوه العصاريه عادي جدا. طيب فتكتسب الفجوه العصاريه، تكبر في الحجم وتدي للنبات دعامه فسيولوجيه، والخلايا دي تديها دعامه فسيولوجيه. الميه دخلها تبقى الخليه دي حيه. المعلومه دي اي خليه بص، اي خليه هيدخلها ميه، اي خليه هيدخلها ميه هتبقى حيه. الخليه دي تبقى حيه، يعني جواها بروتوبلازم عايش سليم. جواها بروتوبلازم عايش سليم. دخلت الميه ولكن ركز كده. ايه ده؟ النقط ده حتت فاضيه. يعني الخليه كده وبعدين واحده كده وبعدين واحده كده وبعدين واحده كده وواحده كده. طب ايه الحته اللي في النص دي رايحه فين؟ اهو الحتت دي الحتت دي ما فيهاش حاجه خالص. يبقى هي بسيطه، غشاء سليلوزي بسيط. حلو كده.
لو دخلوا الميه يديله دعامه فسيولوجيه، صح؟ دخلته الميه اهو هتديله دعامه فسيولوجيه. هل قمت بترسيب اي ماده من المواد عليه؟ لا، هو لسه بيزك اساسي. حلو كده؟ ليه بقى؟ عشان هخش بعد كده هاخد نفس ده اهي، هخش بقى على اللي بعدها. النسيج الكولانشيمي، نفس الخلايا دي يا صديقي نفسها، ولكن بدات الزقها في بعضها بشكل، بص 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 بص, بص الحتت اللي انا، ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بغلظ بنفس المواد. ايه الماده اللي انا بغلظ بيها دي؟ سليلوز. بقوم بترسيب سليلوز على الجدار فوق السليلوز اللي موجود، وسددت بيه الاماكن اللي فاضيه. بص لو انت ركزت كده، خلينا نشيل ده، خلينا نشيل ده كده. بص يا سيدي، بص بص بص، شايف ده؟ شايف ده؟ ايه ده؟ ده الجدار اهو. شايف هل في فروقات بين الخلايا وبعضها؟ مفيش فروقات. ليه؟ الفروقات اللي ما بينها حطيت فيها سليلوز، رسبت سليلوز. طيب السليلوز ده منفذ للميه ولا غير منفذ؟ منفذ، يعني الميه تخش عادي، ماء يدخل عادي، ولكن قمت بترسيب برضو ايه يا باشا؟ سليلوز. اذا الماء يدخل يديني دعامه فسيولوجيه، وترسيب سليلوز يديني دعامه تركيبيه. فالدعامه التركيبيه تكتسب عند ترسيب ماده من الاربعه، سليلوز او كيوتين وسيوبرين وليجنين. طب انا ليه بقول لك سليلوز او كيوتين وسيوبرين؟ اصل السليلوز ده اهو لو رسبته هيديني دعامه تركيبيه، بس هيعدي الميه من خلاله، فهيديني دعامه تركيبيه، ولما يعدي الميه من خلاله يديني دعامه فسيولوجيه. تمام؟ عشان بعد كده هخش على النسيج اللي بعده، اللي هو ايه يا باشا؟ النسيج السكلارانشيمي. ايه يا دكتور اللي انا شايفه ده؟ ايه يا دكتور اللي انا شايفه ده؟ هقارن لك ما بينهم. ده ايه؟ قلنا دي كانت فجوه ودي نواه. هل بذمتك انت شايف فجوه ونواه هنا؟ مفيش لا فجوه ولا نواه ولا في بروتوبلازم اصلا. ليه يا باشا؟ حيث انني قمت، لا مش انا بقى، سبحان الخلاق، هناك ترسيب لماده من الثلاثه اللي ما بيعدوش الميه، الا وهي الليجنين. قمنا بترسيب الليجنين على السطح الداخلي. انا قلت لك ان انا هرسب على جدار الخليه، هل قلت لك فين؟ انا هرسب بقى جوه. فادي الجدار الاساسي اللي هو اللي بالاخضر ده سيليلوز، خليه بيزك، ولكن جه عليها من جوه وقمت مرسب ماده تسمى ماده الليجنين من المواد غير المنفذه للماء. عملت انا حاجتين، رسبت فاديتها دعامه تركيبيه، ولكني لما رسبت ماده غير منفذه للماء. فالماده الغير منفذه للماء يجي الميه يدخل ما يعرفش يدخل، فالبروتوبلازم اصلا مات وحل محله الليجنين، وبقت الخليه صلبه. الخلايا دي يا اولاد بالمناسبه تسمى خلايا ايه يا باشا؟ سكلارنشيمي، خلايا حجريه. الياف او خلايا حجريه ليفيه، ليفيه. تمام. وبالتالي هيبقى فيها ايه؟ دعامه تركيبيه بس. ليه يا باشا دعامه تركيبيه بس؟ لان الميه ما دخلش، الماء لما جه يدخل ما عرفش يدخل، خلاص مش هيعرف يكتسب دعامه فسيولوجيه، ولكن تم ترسيب لجنين فيكتسب دعامه تركيبيه. فهنا بص دعامه تركيبيه بس. بص دعامه تركيبيه بس. اما الكولانشيم اللي دخلوا الميه ورسبت سيليلوز، ايه ده بقى؟ رسبت سيليلوز ودخل الميه، يبقى دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه، الاثنين اهو. حلو كده؟ طيب هنا البرانشيمي ميه بس مفيش ترسيب، فدعامه فسيولوجيه فقط. حلو كده يا باشا؟ حلو كده. وده برضو شكل تاني للنسيج. كده انا خلصت كده خلصت لك
الحاجات الاساسيه اللي المفروض تبقى عارفها من السنين اللي فاتت. هنبدا بقى دلوقتي، هاخدك وتخش معايا على السبوره بتاعتنا اللي هي العاديه. والله يعني ايه، شوف انت هتبقى حابب انهي. لو حبيت السبوره العاديه دي هتقول لي في الكومنتات، لو حبيتني ان انا اكمل لك على الايباد كان بها يعني. هنكمل بقى نشرح الدعامه الفسيولوجيه في النبات والدعامه التركيبيه في النبات، وبعد كده نخش على الدعامه في الانسان باذن الله. خليك معانا ويلا بينا نبدا. دلوقتي يا شباب بعد ما انتم خلصتوا المحاضره التاسيسيه، معلش طولت شويه بس الحاجات اللي اتقالت فيها والله كلها مهمه، وان شاء الله هتنفعك في اللي جاي كتير قوي، وخصوصا كمان الدعامه الفسيولوجيه. خلينا نبدا كده بسم الله ونقول هو ايه اصلا الدعامه دي. قال لك والله ان الكائنات الحيه الدعامه اللي فيها دي بتدعمه، انها بتديله شكله، بتحافظ عليه وتدعمه وتديله الشكل بتاعه. واتكلمنا في ان الشكل ديت مثلا زي الهيكل العظمي اللي في الانسان مديله شكله، زي ان النبات الدعامه بتاعته هي مدياله الشكل بتاعه ده. طيب وكمان بعض التراكيب زي الدعامه التركيبيه اللي بتترسب على النبات، زي على السطح بتاع البشرة مثلا، او على الساق الخشبية للاشجار. دي حاجات صلبة بتحافظ عليه، دي الدعامة التركيبية، فبالتالي هتحافظ عليه وتحميه من اي مكروه ممكن يصيب النبات ده. تمام. والله وكذلك برضو الجهاز المناعي في الانسان، فاي دعامة هي مهمة جدا للكائن الحي، ومن غيرها الكائن هيموت. طيب قال لك طب في النبات هو ايه الدعامه اللي في النبات؟ قال لك والله ده في دعامه فسيولوجيه وفي دعامه تركيبيه. خلاص خلينا نبدا بالفسيولوجيه كده. قال لك والله انا عشان اقول لك ان الدعامه الفسيولوجيه فاهم حاجه لازم تكون عارفها هي الخليه النباتيه، التركيب بتاعها، واهم عضي من العضيات اللي فيها الا وهو الفجوه العصاريه. الفجوه العصاريه قايم عليها السبوره دي كلها، فلازم تركز معايا قوي هنا عشان تفهم بقيه الدرس. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان هي دعامه مؤقته بتتناول الخليه نفسها ككل. عشان تفهم التعريف اعرف ازاي بتكتسب، هتفهم كل حاجه. قال لك والله انا عندي خليه نباتيه، الخليه النباتيه دي ليها اللي باللون الاخضر ده الا وهو جدار الخليه، جدار سليلوزي يعدي من خلاله الميه والاملاح عادي جدا. بعد كده يليه الغشاء الخليه، غشاء شبه منفذ يعدي الميه برضه. حلو كده؟ حلو. بقيت اللي جوه دي عضيات الخليه اللي هو البروتوبلازم بتاع الخليه دي. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك والله ان في ميه هنا، مياه اهي، المياه دي موجوده خارج الخليه، وهي موجوده كده بتقوم الميه دي واخده بعضها وداخله عن طريق الجدار، ثم الغشاء تعدي منهم عادي، وتمتص الفجوه العصاريه هذا الماء بالخاصيه الاسموزيه. احنا اتكلمنا عن الخاصيه الاسموزيه من شويه، وهنتكلم عليها تاني وهنشرحها هنا بشيء كمان مفصل. ولكن اعرف ان هنا الفجوه العصاريه دي ليها تركيز الاملاح فيها عالي، فيمتص الميه تدخل هنا. فعندما يدخل الماء الى الفجوه العصاريه بيحصل ايه؟ تضغط الفجوه دي، ما هي عامله زي البالونه، دخلها الميه تقوم تكبر، حجمها ده يزيد، الحجم ده اهو بيزيد، وهو بيزيد يبدا يضغط على البروتوبلازم بتاع الخليه ده، يضغط على السيتوبلازم ويضغط على كل البروتوبلازم وكل العضيات اللي موجوده، يزقها بره ناحيه الجدار. يعني هيضغط على السيتوبلازم وعلى العضيات اللي جواه وعلى الغشاء البلازمي ده، وهيضغط كمان على جدار الخليه. فالخليه ده اهي شفت بحجمها ده، لا هتزيد كمان. الفجوه العصاريه يا اولاد اهي هنا اهي كانت صغيره، دخلها الميه لانها هي تركيز الاملاح فيها عالي، فتسحب الميه من بره، وهو هيخش لنا بسهوله بالخاصيه الاسموزيه. يدخل الماء الى الفجوه العصاريه في الخليه النباتيه بالخاصيه الاسموزيه. ايه اللي يحصل؟ قال لك العصير الخلوي اللي جوه ده يزداد حجم العصير الخلوي، فيضغط على بروتوبلازم الخلية. ما هو البروتوبلازم؟ هو كل ما داخل الغشاء البلازمي، والغشاء البلازمي كمان يبقى يضغط على بروتوبلازم الخلية وعلى الجدار، يبقى هيضغط على الجدار للخارج. حلو كده؟ ايه اللي هيحصل لما انا اضغط على الجدار ده؟ يتوتر السطح الخارجي، يتوتر الجدار ده، وتكتسب الخلية الدعامة الفسيولوجية.
يعني ايه يتوتر يا دكتور؟ قال لك والله انا ضغطت على الجدار، فضلت اضغط عليه لحد ما بقى رقيق ومتوتر. بص يا حبيبي، عارف الجيتار والعود وكده بيظبطوا فيه الوتر، بيشدوه، لما يشدوه يبقى متوتر فيطلع الصوت بتاعه. نفس الحكايه في جدار الخليه ده، مضغوط عليه يبقى رقيق ومتوتر مشدود جامد، والخليه نفسها مقلبظه كده ومكتسبه الدعامه الفسيولوجيه. فخلاص لاخر مره، يدخل الماء بالخاصيه الاسموزيه الى الفجوه العصاريه في الخليه النباتيه، فيزداد حجم العصير الخلوي ويضغط على بروتوبلازم الخليه الى الخارج. لما يضغط عليه ايه اللي هيحصل؟ قال لك كده الى الخارج نحو جدار الخليه، تكتسب الخليه الدعامه الفسيولوجيه ويتوتر سطح الجدار الخارجي ده. حلو. قام جاي قايل لك طيب يبقى انا كده هطلع للكلمه اللي انا قلتها فوق، اللي هي تتناول الخليه نفسها ككل. تتناول الخليه، احنا اتكلمنا على الخليه كلها حصل فيها تغيرات ككل ازاي؟ ما الفجوه العصاريه ضغطت على البروتوبلازم، ضغطت على الجدار للخارج، اتوتر واكتسب الدعامه الفسيولوجيه. خلاص كده كل الخليه بكل اجزائها حصل فيها تغيرات واتنفخت واكتسبت الدعامه الفسيولوجيه. حلو كده، عرفنا كيف تكتسب. بقيت التفسير بتاع التعريفات هجيبه لك كمان شويه. قال لك امثله ايه اللي هيحصل؟ قام جاي لك استقامه السيقان، سوق واوراق النباتات. امتى؟ عند ري التربه بتاعتها بالميه. قام جاي لك بص يا باشا، انا عندي دلوقتي ده نبات اهوت، وديت التربه، جيت انا هنا رويت ميه. حلو، دي الساق اهي، وديت الورقه. شايف الورقه عامله ازاي؟ جميله وحلوه، والدنيا لذيذه فيها خالص اهي. حلو كده. ليه؟ انا جيت هنا ورويت ميه، فقال لك استقامه سوق الساق دهيت واوراق النبات العشبيه عند ري التربه بالماء. ليه؟ قال لك اصل نتيجه اكتساب ودخول الماء الى خلايا الانسجه الداخليه اللي موجوده في السيقان والاوراق دي. اكتساب الخلايا بتاع الانسجه الداخليه للسيقان والاوراق، لما تكتسب الخلايا دي الماء يحصل لها ايه؟ يتوتر الجدار ده وتكتسب دعامه فسيولوجيه. قام جاي قايل لك طيب انا قمت شايل الميه دي يا دكتور، شلت الميه دي خالص. لما انا شلت الميه ايه اللي حصل؟ قام جاي قايل لك ذبول السيقان ده والاوراق. قال لك اللي حصل بص يا سيدي، لقيت كده نفس سطح التربه، سبت التربه ديت اسبوع ما رويتهاش، ببص لقيت ادي الجذر اهو، ببص لقيت البتاع عامله كده والساق عامله كده، وكمان الورده مميله ودبلانه وكله واقع كده. قال لك ذبول سيقان واوراق النباتات العشبيه امتى؟ عند عدم ري التربه، عند فقدان التربه دي للماء. ليه يا سيدي؟ قام جاي لك لان الخلايا والانسجه دي فقدت الميه. لما فقدت الميه اللي جوه هنا ايه اللي هيحصل؟ قال لك دي هتكش، الفجوه دي هتكش كده. طب لما هي تكش كده، قال لك كمان السيتوبلازم، الغشاء البلازمي ده هيكش، والجدار هيكش، وفقدت الدعامه الفسيولوجيه اللي اكتسبتها قبل كده. قال لك الثمار بتاع الفاكهه اللي يحصل لها، الثمار المنكمشه تنتفخ انتفاخ او كبر حجم ثمار الفاكهه اللي هي منكمشه عند وضعها في الماء. وكذلك برضو بعض البذور زي البذور الجافه زي البسله والفول، البذره لما تكون جافه وناشفه لو انا خدتها وحطيتها في الميه هتنتفخ. ليه يا باشا؟ اصلها امتصت الميه بالخاصيه الاسموزيه، وبالتالي اكتسبت الدعامه الفسيولوجيه. حلو. طب ايه المثال الحي اللي عندنا؟ قال لك والله انت مش بتجيب الترمس، حبه الترمس دي بتجيبها بتبقى صغيره، امك بتقوم حطها في حله وحطها في الميه ونقعاها وسايباها، يقوم حب الترمس دوت ساحب الميه دي، لما يسحبها تلاقي ويشفطها طبعا بالخاصيه الاسموزيه، لما تخش الميه للفجوه العصاريه بتاع الخليه بتاع الترمس بتاع البسله بتاع الفول، ما هي ناشفه يا عم، فاكهه ثمار ناشفه منكمشه ضامره، كل ده اول لما ياخد الميه
الفجوه الاسريه بتاعته تزيد، تضغط على البروتوبلازم بتاع الخليه بتاعته، تضغط على الجدار، يتمدد الجدار ويتوتر السطح بتاعه ويكتسب الدعامه الفسيولوجيه ويبقى مقلبص كده، فتبقى الحبه تكبر سبحان الله. قال لك والعكس ايه اللي بيحصل؟ قال لك تنكمش بعض البذور الغضه، والغضه دي يا اولاد صبحه زي البسله برضو والفول. لو انت جبت الصبع الفول كده وقطعته من الغيط يعني من النبات بتاعه وفتحته، هتلاقي اصلا الحبه هي اوريدي فيها ميه ومكتسبه الدعامه، فطبعا بتبقى بدرجه يعني لو حطيتها ما ممكن تكتسب زياده شويه كمان، بس هي بتبقى مكتسبه الدعامه اوريدي. اول لما انت تحطها سيبها يا اخي كده في الشمس، ايه اللي هيحصل لها؟ قال لك الشمس هتسحب الميه اللي جواها، هتفقد الميه اللي جواها. فقدت الميه اللي جوه الفجوه العصاريه وجوه العصير الخلوي بتاعها، الميه دي هتخرج. الميه دي اول لما تخرج منها قال لك الفجوه دي تنكمش، البروتوبلازم ده ينكمش، الجدار ينكمش، تنكمش، فتنكمش الخلايا البذور الغاضه دي، وبالتالي تفقد الدعامه الفسيولوجيه اللي كانت عندها. كده يبقى انا خلصت كيف تكتسب الدعامه الفسيولوجيه والامثله اللي عليها. نخش بعد كده يا سيدي لحاجه الا وهي الخاصيه الاسموزيه. قال لك هو ايه الخاصيه الاسموزيه دي؟ انتقال الماء من الوسط ذو التركيز الاقل للاملاح الى الوسط ذو التركيز الاعلى للاملاح. من الاخر انتقال الماء الى التركيز الاعلى للاملاح. الميه يا باشا بتعشق الاملاح. الملح فين؟ ميه، واكله ملوحه وعايزه ميه، مش لسه قايلينها؟ قال لك طيب انا عشان افهم الكلام ده هاتهولي كده بشيء مفصل شويه. قال لك انت عارف القانون بتاع تركيز المحلول ده ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك تركيز المحلول بيساوي كميه المذاب اللي انا هدوبه في الميه ده على حجم المذيب باللتر. فمثلا حطيت انا 5 جرام من الاملاح، ملح ايا كان، ملح يا سيدي، على 1 لتر من الميه اهو، لتر. يبقى التركيز ده، تركيز المحلول ده كام؟ قال لك 5 جرام لكل لتر. حلو كده؟ حلو، 5 جرام لكل لتر، ده تركيز المحلول. خليني بقى نشوف الكلام هنا عملي. لو انا معايا محلول، معايا هنا كوب وفيه غشاء، الغشاء دوت ايه؟ غشاء شبه منفذ، دوب، وهنا 1 لتر وهنا 1 لتر اهو، ده 1 لتر وده برضو 1 لتر، يبقى الميه متساويه. جيت دوبت هنا 5 جرام ملح ودوبت هنا 20 جرام ملح. قال لك يا باشا هات لي بقى تركيز المحلول. قال لك ان هنا كميه المذاب 5 جرام على حجم المذيب على اللتر، وهنا 20 جرام على اللتر، يبقى كله هيبقى التركيز كله كام؟ هنا 5 وهنا 20. مين التركيز الاعلى للاملاح؟ قال لك ال20 ده. خلاص يبقى هو تركيزه اعلى، هيعمل ايه بقى؟ الميه من هنا لهنا، ده اتجاه الميه هتتحرك كده من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح، او بقى بيعكسوها كده يقول لك من التركيز الاعلى للماء الى التركيز الاقل للماء. تمام؟ ليها امثله كتير موجوده في الكتاب هنحلها قدام ان شاء الله. طيب في حاجه اسمها الضغط الاسموزي. ما هو الضغط الاسموزي؟ بالفهلوه الضغط الاسموزي دوت هو قوه سحب الميه بالخاصيه الاسموزيه. فهو الضغط الناشئ عن الخاصيه الاسموزيه، قوه سحب الميه بالخاصيه الاسموزيه، ده الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي ده بقى بيتناسب طرديا مع تركيز المحلول، فكلما زاد تركيز المحلول زاد قوه الضغط الاسموزي. لما تزيد قوه الضغط الاسموزي يزداد قوه سحب الميه، فيسحب الميه اكتر. فكلما زاد تركيز المحلول زاد الضغط الاسموزي، والكلام ده هنتكلم هنا كمان شويه. طيب قام جاي لك طب وما هو بقى ضغط الامتلاء وضغط الجدار؟ هنتكلم عنهم. قال لك ضغط الامتلاء ده ضغط البروتوبلازم على الجدار. هو يا ولا يعني ايه امتلاء؟ قال لك ان الميه لما بتدخل، بص هنعيد ونزيد كل شويه، هنخش لنفس الحته تاني، ان الميه لما بتدخل الفجوه العصاريه بتعمل ايه؟ بتملاها ميه.
الفجوه العصاريه دي بتتملي بالميه من بره، فتعمل ضغط امتلاء. الضغط اللي ناتج عن امتلاء الفجوه العصاريه بالميه، فبيضغط على البروتوبلازم. فهو ضغط البروتوبلازم، لما ضغط على البروتوبلازم ده هيضغط على الجدار، يبقى كل الضغط ده هينتج في الاخر هيجي وهيزيد على ايه؟ على الجدار بتاع الخليه. فقال لك يبقى هو ضغط البروتوبلازم على جدار الخليه نتيجه اكتسابها الفجوه العصاريه بتاع الخليه دي بالميه. طيب قام جاي قايل لك طب لما يزيد كده والجدار ده يفضل يزيد والفجوه العصاريه ما هي بتاخد الميه فتكبر، تزق البروتوبلازم يكبر، يضغط على الجدار، يفضل يزود. طب وايه لحد امتى؟ قام جاي لك لحد ما يتساوى مع ضغط الجدار. ايه ضغط الجدار ده؟ ده عكس الضغط بتاع الامتلاء. يعني ايه عكس الضغط بتاع الامتلاء يا دكتور؟ قام جاي لك بص يا حبيبي، مش دي الفجوه العصاريه وده جدار الخليه اهو. الفجوه العصاريه دي بتكبر وتقعد تزق البروتوبلازم لحد ما تعليها لحد الجدار كده، تفضل تزق كده. حلو. دي بتعمل ايه؟ بتزق الجدار ده للخارج. لما بتتملي بالميه فتعمل ضغط الامتلاء، هو ضغط البروتوبلازم على الجدار بتاع الخليه. يقوم جدار الخليه ده رادد عليه بضغط معاكس. اسمه ايه؟ اسمه ضغط الجدار. هو ضغط الجدار على البروتوبلازم العكس اهو على الجدار كرد فعل طبيعي. ما انا عمال ازق فيه لبره، يبقى هو هيقاومني وهيبدا هو كمان يضغط على البروتوبلازم وعلى الخليه هو كمان من جوه لحد اما الاثنين يتساووا. ما هي هتفضل تسحب في الميه وتزيد لحد ما الجدار خلاص على اخره، بس تساوى ضغط الجدار وضغط الامتلاء مع بعض، تثبت الخليه على كده وما تاخدش الميه تاني. حلو كده. ومن هنا يا عم نوصل للحته بتاع الاسئله، ان ماذا يحدث لو انا وضعت خليه نباتيه واخرى حيوانيه في ماء مقطر. قام جاي لك دي خليه نباتيه اهيت، حطيت انا ثواني معلش بقى، يعني ايه، هناخد المساحه ده اهي وهنرجع نشيل الكلام ده تاني. جبت انا حوض حلو كده وحطيت انا جواه، خدت الخليه دي خليه نباتيه اهيت اهي، خليه نباتيه، وحطيت دي نباتيه وحواليها هنا ميه. ايه اللي هيحصل؟ هتكتسب، هيدخل الماء الى الخليه النباتيه دي والى فجوتها العصاريه، تمتلئ الفجوه العصاريه بالماء، ويزداد حجم العصير الخلوي اهو. ما هي دي يزداد حجم العصير الخلوي ويضغط على البروتوبلازم ويضغط على الجدار، وتكتسب دعامه فسيولوجيه، والجدار ده متوتر وخلاص تساوى الضغط بتاعه مع الضغط بتاع الامتلاء ووقف. جيت انا قمت جايب بقى ايه؟ جايب خليه حيوانيه وليكن خليه دم مثلا، او اي خليه حيوانيه. ايه اللي فيها مختلف عن الخليه النباتيه؟ ملهاش الجدار بتاع الخليه، مش موجود. فحطيت الخليه الحيوانيه. ده بالمناسبه هيبقى بقى ايه، نقسمه كده ان هو يعتبر ان هو غشاء بلازمي بس. هيدخلوا الميه ولا مش هيدخلوا؟ هيدخلوا عادي، الغشاء البلازمي بيعدي الميه. دخلت ميه، تبدا الخليه الحيوانيه تكتسب الدعام، تسحب في الميه، تزيد. مفيش جدار يوقف العمليه دي حتى تنفجر الخليه الحيوانيه. ليه يا باشا؟ الجدار اللي موجود في الخليه النباتيه حماها من الانفجار، الخليه الحيوانيه ملهاش جدار فتنفجر. فخلاص يبقى ماذا يحدث عند وضع خليه نباتيه واخرى حيوانيه في ماء مقطر؟ قال لك تمتص الخليه النباتيه الماء بالخاصيه الاسموزيه، ويزداد حجم العصير الخلوي في الفجوه العصاريه، فيضغط على البروتوبلازم ومنه على الجدار حتى تكتسب دعامه فسيولوجيه. طيب اما في الخليه الحيوانيه فتكتسب برضو الماء بالخاصيه الاسموزيه الى ان تنفجر الخليه لعدم وجود جدار خلوي يحميها من الانفجار. حلو كده؟ خلاص نخش بقى للسؤال الثاني اللي هو بيقول لك علل الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته. ليه الدعامه الفسيولوجيه دي دعامه مؤقته؟ بص يا سيدي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش قلنا ان لما الميه بتدخل للفجوه العصاريه بتكتسب
الخليه دعامه فسيولوجيه نتيجه ان العصير الخلوي بيزيد ويضغط على البروتوبلازم، والبروتوبلازم ده بيضغط على الجدار فيتمدد الجدار ويتوتر السطح بتاعه وتكتسب الخليه دعامه فسيولوجيه، صح؟ طب قلنا ايه لما احنا قمنا جايين حطينا سيبناها في الشمس كده؟ كان ايه اللي حصل؟ مش حصل لها ذبول؟ مش لما احنا سيبنا البذور الغاضة في الشمس فقدت الماء وبالتالي فقدت الدعامة الفسيولوجية لانها فقدت الماء اللي موجود في العصير الخلوي وبقى رجع مركز ثاني وانكمشت ده كله تاني؟ يبقى لما اقول لك علل ان الدعامة الفسيولوجية دعامة مؤقتة اقول له كده لانها تعتمد على امتلاء فجوتها العصارية بالماء فتكتسب باكتساب الماء وتفقد بفقد الماء. قال لك ازاي يا باشا؟ قال لك ان انا دلوقتي رويت التربه، وانا بروي التربه امتص النبات وامتص خلاياه الماء فاكتسبت الدعامه الفسيولوجيه. حلو كده، بقت في البيك في القمه بتاعتها اهو، وبعد كده سبتها يومين 3 4 5 بدات تفقد الميه اللي جواها، الخلايا بدات تفقد الميه، الفجوه فقدت الميه، بدات تنكمش ففقدت الدعامه الفسيولوجيه، تفقدها. بعدين جيت انا قمت جاي شايف الكلام ده رويتها تاني فاكتسب، وبعد كده سافرت قامت فقد ورويتها. الله هي مش هتثبت يا دكتور؟ مش هتثبت. طول ما في ميه هتكتسب، طول ما فيش ميه هتفقد. فلما اقول لك علل الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته اقول لك لانها بتعتمد على امتلاء الفجوه العصاريه والخليه بالماء، فتكتسب الدعامه الفسيولوجيه باكتساب الميه وتفقد بفقد الميه. كده يبقى انا خلصت لك الايه؟ السؤال الثاني هنا. طيب يبقى لما اجي هنا بقى خلاص انا كده خلصت لك حاجتين اتنين. لما اقول لك التعريف هنا ان هي دعامه مؤقته، انا عرفت ليه مؤقته، لانها تكتسب بالميه وتفقد بفقد الميه وتتناول الخليه نفسها ككل. ليه؟ عشان لما بيخش الميه العصير الخلوي الفجوه العصاريه والعصير الخلوي بيزداد الحجم بتاعه يضغط على البروتوبلازم فيضغط البروتوبلازم على جدار الخليه، لما يضغط على جدار الخليه يتمدد جدار الخليه ويتوتر السطح بتاعه يتشد ويبقى رقيق كده وتكتسب الخليه الدعامه الفسيولوجيه. كده نوصل للسؤال الثالث اللي بيقول لك بقى طب ماذا يحدث إذا وضعت الخلية في محلول مخفف مرة ومركز مرة أخرى؟ طب إيه اللي هيحصل بالنسبة لإيه؟ قال لك بالنسبة للمية والحجم بتاع الخلية والكتلة بتاع الخلية وضغط الامتلاء وضغط الجدار والتركيز والضغط الاسموزي. يا لهوي يا دكتور ده كله؟ ما هو سؤال برنس، يعني سؤال كده عارف انت كينج جولد كده. بص يا سيدي، هناخد الاولاني كده. انا حطيت خليه نباتيه في محلول مخفف. يعني ايه يا اولاد محلول مخفف؟ قال لك محلول مخفف ده يعني الميه اللي فيه كتير. يعني انا عايزك ايه تفهم معايا الكلام اهو. ادي اهو الحوض وادي الخليه جواه، دخل الميه هنا. ليه يا سيدي؟ لان هنا محلول مخفف. مخفف يعني ايه؟ يعني ماء كتير. يا اولاد الخاصيه الاسموزيه كان بيقول لك هو انتقال الماء من الوسط الايه؟ الاعلى في الميه الى الاقل في الميه، صح؟ اللي هو من تركيز قليل للاملاح يعني ميه كتير الى تركيز عالي للاملاح. الفجوه العصاريه تحتوي على املاح التركيز بتاعها بيبقى عالي فتسحب الميه. وانس انها سحبت الميه هيحصل ايه؟ اكتسبت الدعامه. فبص يا سيدي الغشاء البلازمي عمل ازاي؟ بص اتلزق في الجدار اهو وضغط على الجدار للخارج ازاي؟ زق الجدار للخارج، زقه للخارج. ليه يا باشا؟ اصل الفجوه العصاريه بقت قد ايه؟ بص بقت قد ايه؟ دي كلها فجوه، شايف الفجوه العصاريه عامله ايه؟ وضغطه وشده جامد، ضغط اهي، ضغط على الجدار وضغط على البروتوبلازم ومكتسبه دعامه فسيولوجيه. لما انا حطيتها بالنسبه للحاجات دي دلوقتي، طب انا بقى قول لي دلوقتي ايه اللي هيحصل هنا بالنسبه لايه يا دكتور؟ بالنسبه للماء. قال لك اول حاجه كده، لا اصبر، بسم الله. خلاص انت فاهم دلوقتي ان دي مكتسبه دعامه، فالميه اللي فيها هتبقى قد ايه؟ قال لك والله ميه عاليه، الميه اللي فيها كتير. طب بالنسبه لحجم الخليه عالي. طيب بالنسبه لكتله الخليه مش بقت فيها ميه؟ بقت تقيله محمله، زاد جواها حاجه، الميه دخلت جواها فزادت الكتله، تزيد الكتله بتاع الخليه.
خلاص الثلاثه دول مع بعض اهم. حلو. طيب بالنسبه لضغط الامتلاء وضغط الجدار، قال لك يا باشا انها الميه لما دخلت هنا عملت ايه؟ زقت الميه بتزيد، فضغط بتتملي الفجوه بتتملي، فضغطها ضغط الميه ده بيزيد، يعني ضغط الامتلاء بيزيد رخم، ضغط الامتلاء بيزيد. قال لك طب لما ضغط الامتلاء بدأ يزيد ويزق في الجدار هيعمل ايه؟ يعكس الموضوع ده، يقوم الجدار يبدأ يقاوم ويزق هو كمان لجوه، الجدار ده يبدأ يزق لجوه باسمه ايه بقى؟ بضغط الجدار. يبقى ضغط الجدار رخر هيحصل له ايه؟ هيزيد. ضغط الجدار رخر هيزيد. دي المجموعة اللي فوقهم. طيب بالنسبة للتركيز والضغط الإزموزي، قال لك تركيز الفجوة العصارية دي يا ولاد، احنا قلنا دلوقتي من شوية قلنا ان التركيز بتاع المحلول بيساوي كمية المذاب على حجم المذيب، صح؟ طيب حجم المذيب ده كان المية وكمية المذاب 5 جرام. الفجوة دي كان جواها 5 جرام. حلو؟ نفترض كده كان جواها 5 جرام املاح على قد ايه؟ على لتر ميه. دخلها ميه اللتر بقى 2 لتر، بقى 3 لتر، بقى 4 لتر، بقى 5 لتر، فبقى كمان هي على 5 لتر ميه. التركيز اللي حصل له دلوقتي قال لك والله ان التركيز بيساوي ايه؟ بيساوي كميه المذاب نفس ال5 جرام على حجم المذيب. حجم المذيب دلوقتي كان سابق قبل ايه؟ قبل سابق كان قد ايه؟ كان 1 لتر. طيب لما دلوقتي بعد ما دخلته الميه جواه بقى قد ايه؟ بقى 5 لتر. خلاص يبقى دلوقتي التركيز بقى قد ايه؟ بقى 1. التركيز دلوقتي بقى 1 جرام لكل لتر. يعني التركيز زاد ولا قل يا دكتور؟ هو كان الاولاني كان قبل كده كان 5 لتر على 1، فكان بيساوي 5. طب تركيزه كده كان ايه؟ كان عالي. بعد كده دخلت الميه جواها والاملاح زي ما هي والميه بقت كتير، التركيز يحصل له ايه؟ يقل. يبقى التركيز دلوقتي بتاع الخليه بعد ما اكتسبت الدعامه حصل له ايه يا باشا؟ قال لك التركيز قل، كان 5 بقى 1. بالرياضه وبالفهم اهو. كميه ملح موجودين، معلقه ملح في كوبايه ميه. خدت انا بقى كوبايه الميه دي وقمت مزود ميه نفس المعلقه، حطيتها يا عم انت في شفشه كبير، خلاص هيبقى الكوب مالح زي الكوبايه؟ لا طبعا، التركيز بتاع الملح هنا ايه؟ خف، قل. طيب في الاول انا قلت لك ان التركيز ده هو كان بيتناسب مع الضغط الاسموزي طرديا، فكلما زاد التركيز بتاع الفجوه العصاريه دي هيزيد حبها للميه. ما احنا قلنا بقى الميه بتحب الملح، فلو دلوقتي الملح كتير يبقى التركيز ايه؟ كتير. التركيز اللي موجود بتاع الملح كتير، هتبقى عايزه ايه؟ ميه كتير. خلاص يبقى دلوقتي قوه الضغط الاسموزي ايه يا باشا؟ هتزيد كلما زاد الملح. طب انا بقول لك دلوقتي ان التركيز بتاع الملح قل، تركيز الملح اللي جواها قل، يبقى الضغط الاسموزي رغبتها في انها هتزيد ولا هتقل يا باشا؟ هتقل طبعا. خلاص كده يبقى احنا معانا كام حاجه يا باشا؟ معانا كده 7 حاجات اهو: الميه والحجم والكتله وضغط الامتلاء والجدار والتركيز والضغط الاسموزي. ركز معايا مع التركيز والضغط الاسموزي. دخلت الميه كتير قل التركيز. طيب زادت الميه لحد ما خلاص الخليه بقت مليانه ميه، هتبقى عايزه تاني؟ لا طبعا. يبقى الضغط الاسموزي قد ايه يا باشا؟ هيقل. طيب خدت انا الخليه ده اهي وقمت حاططها في محلول. بص بقى خلينا ناخدها هنا كده نتكلم. لا والله مخسره فيكم. تعال بص يا سيدي، محلول ده محلول ملحي مركز، حاجه مليانه ملح. وجبت انا يا سيدي الخليه الجميله ده اهي هنا كده اهي، دي ايه؟ الخليه النباتيه. ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الخاصيه الاسموزيه بتقول ايه؟ بتقول ان بينتقل الماء الى التركيز الاعلى للاملاح. طيب دي دلوقتي المحلول الملحي ده مركز ولا مخفف؟ قام قال لك ده مركز، ده محلول ملحي مركز، يعني ملح كتير، يعني التركيز هنا اعلى، يبقى الميه تخرج. الميه تخرج منين؟ تخرج من الفجوه، تبدا الميه تتسرسب وتخرج من الفجوه دي، تخرج الفجوه تقل
الخليه دي ايه اللي يحصل؟ بص بقى، بص الفجوه صغرت ازاي. بص الفجوه صغرت ازاي. طب هقول لك على حاجه، بص الغشاء البلازمي انكمش ازاي. انكمش ليه الغشاء البلازمي انكمش كده؟ قال لك يا باشا الميه فقدت. الجدار هتقول لي طب ليه الجدار ما انكمش؟ بص هو خس شويه بس الجدار ما زال لسه صلب يا اولاد، ما هو برضه عن السليلوز دي بيديله قوه معمرونه شويه، فهو لسه صلب فهتلاقيه ماسك نفسه، هيتاثر بس مش قوي. لكن الغشاء البلازمي بص انكمش جدا والفجوه العصاريه فقدت الميه قوي. طيب قول لي بقى ايه اللي هيحصل للحاجات دي؟ بالراحه. هي كانت كده بقت كده لما انا حطيتها في محلول مركز. ايه اللي حصل للميه؟ قلنا يا باشا ان انا لما حطيتها في محلول مركز الميه خرجت منها، يعني الميه اللي جواها ايه اللي حصل لها؟ الميه اللي جواها قل. طيب الحجم بتاع الخليه دي صغر ولا كبر؟ بذمتك انت شايف ايه؟ حجمها صغر يا جدعان، الميه خرجت منها يبقى الحجم بتاعها كاش صغر. قال لك طب الكتله فقدت الميه، فقدت جزء من وزنها، يبقى كتلتها ايه؟ تقل. طيب بالنسبه لضغط الامتلاء وضغط الجدار، احنا قلنا ان ضغط الامتلاء بينشأ لما الخليه تتملي ميه والفجوه تتملي ميه. طب دلوقتي هي فقدت الميه، يبقى ضغط الامتلاء وضغط الجدار ايه اللي حصل لهم؟ قال لك ضغط الامتلاء قل، الميه قل. طب دلوقتي الجدار دلوقتي محتاج يزق على حاجه؟ لا قل، هو اصلا يعني مهوي دلوقتي ما فيش حاجه حتى يزق عليه، هو مستقر جدا، يبقى خلاص يبقى ضغط الجدار الاخر قليل لان ما فيش اللي يقاومه فيزقه هو. طيب طب بالنسبه للتركيز والضغط الاسموزي، احنا قلنا تاني تركيز المحلول بيساوي كميه المذاب على حجم المذيب. كميه المذاب هنا بقت قد ايه يا ولاد؟ نفس ال5 جرام يا عم موجودين، نفس ال5 جرام اللي كانوا في الفجوه هنا موجودين، بس الميه ال5 لتر دي بقت 1 لتر. بقت 1 لتر، يعني كانت قد ايه؟ كانت اللهم صل على النبي ما شاء الله، كانت 5 جرام على 5 لتر، فكان التركيز بتاعها 1. حلو. بقت بص نفس ال5 جرام بس تركيز الميه هنا بقى 1. الميه اللي جواها قلت، كميه الميه اللي كانت جوه الخليه دي طلعت كلها منها، فبقت ما بقاش الا 1 لتر بس اللي جوه، بعد ما كانت 5 لتر بقى في 1 لتر بس. طيب يبقى كده التركيز ايه اللي حصل؟ التركيز 5 على 1 بقى 5 جرام لكل لتر. يعني التركيز ايه اللي حصل له يا دكتور؟ كان 1 بقى 5. يعني تركيز الخليه ايه اللي حصل له؟ زاد التركيز بتاع الخليه. طيب كلما زاد تركيز الخليه هيزيد ايه؟ هيزيد قوه الضغط الاسموزي، اللي هو قوه الضغط الاسموزي اللي هي رغبتها في امتصاص الميه. حلو كده؟ فلما اجي اقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل للتركيز، اقول لك التركيز زي يا باشا زاد اهو، كان 1 بقى 5. طيب وبالتالي الضغط الاسموزي اللي هينشأ عنه قوه سحب للميه هيزيد. الخليه هيبقى نفسها تتنشأ على ميه، يعني الخليه دي لو خدتها حطيتها في اي وسط مخفف فيه ميه كتير هتشد الميه في ثانيه. ليه يا باشا؟ لان الضغط الاسموزي بتاعها عالي جدا والتركيز بتاعها عالي جدا، فعايز ميه بسرعه. ليه يا باشا؟ الملوحه بتحب الميه. خلاص انا كده خلصت لك الموضوع بتاع ازاي هي بتمتص الميه وازاي بتكتسب الدعامه الفسيولوجيه. لما الميه بتخشها بتكتسب الدعامه الفسيولوجيه، وازاي لما بتفقد الميه بتفقد الدعامه الفسيولوجيه. خلاص كده؟ طيب هنيجي بقى لشويه ملحوظات جميله كده مهمه. بيقول لك دلوقتي اول حاجه تركيز الفجوه العصاريه ده في النباتات اللي جايه ده عالي، وكلما كان التركيز عالي يبقى هي رغبتها في انها تمتص الميه عاليه. قال لك انهي نباتات؟ قال لك النباتات الصحراويه. الصحراء نادره، الرمل نادر فيه يكون فيه ميه، يعني الميه اللي فيه قليله جدا، وبالتالي لازم يكون تركيز الفجوه العصاريه بتاع النبات ده عالي عشان يقدر يسحب الميه من التربه اللي هي اصلا ما فيهاش ميه دي، او الميه اللي فيها نادره جدا. فالتركيز بتاع الفجوه دي هيكون عالي جدا واعلى من تركيز التربه عشان يقدر يسحب منها الميه. قال لك والنباتات اللي بتعيش في التربه المالحه
ايوه في نباتات بتتزرع في تربه ممكن تكون تربه مالحه عادي، وبعض النباتات اللي بتقدر تتحمل الملوحه. طيب تركيز الفجوه بتاعتها بيكون عالي واعلى من التربه دي عشان الميه تنتقل من التركيز الاقل للتركيز الاعلى. هو الفرق ما بينهم ما بيبقاش عالي قوي يعني، بس على الاقل لما اقول لك ان مثلا تركيز التربه دي مثلا 5 وتركيز النبات ده هيبقى 9، هيبقى 10 مثلا، خلاص يبقى تركيز النبات لازم يكون اعلى من تركيز التربه. ليه؟ عشان الميه تطلع كده، عشان الميه تيجي من التربه وتخش النبات. والنباتات الذابله دي هي بتكون فقدت الدعامه، فاذا كانت فقدت الدعامه وفقدت الميه اللي فيها وفقدت الدعامه اللي فيها زاد التركيز لانها فقدت الميه وزاد الضغط الاسموزي، وبالتالي هيزيد قوه السحب بتاعها. ما هو هنا العصاره دي تركيز الاملاح فيها هيبقى عالي وبالتالي هتزيد قوه الضغط الاسموزي والسحب عشان تسحب الميه. حلو. اما في النباتات المائيه بيكون التركيز منخفض زي نبات الالوديا. النبات المائي الميه تحته اوريدي، فبالتالي انا الفجوه العصاريه مليانه واوريدي الخليه مليانه والتركيز الفجوه العصاريه مليانه ميه، وبالتالي مليانه ميه يبقى التركيز بتاعها يبقى قد ايه؟ قليل. حلو. نيجي بقى للملحوظه اللي موجوده في الكتاب واللي هتلخبطك لما انت تقراها للاسف، فركز معايا عشان تفهم الموضوع. بالله عليك يا اخي، دي اهم حته. يعني احنا قلنا ان الفجوه العصاريه وامتلاءها واكتسابها دي اول اهم حاجه، تاني اهم حاجه الحته دي. بالله عليك يا اخي لا تركز، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعامه الفسيولوجيه ده اهي بتتاثر بكذا عمليه حيويه بتحصل. من العمليات دي 3 عمليات: عمليه البناء الضوئي وعمليه الامتصاص وعمليه النتح. هتفهمها ازاي؟ خش معايا على النقطتين اللي بعدها وبعد كده هرجع لك عليها تاني. قال لك هو ايه اصلا عمليه النتح دي؟ اتكلمت من شويه وقلت لك ان الورقه بتكون خلايا البشره فوق وتحت، صح؟ ولكن كنا بنتكلم ان في النص كده هنا ثغر وهنا خليتين كده اسمهم الخليتين الحارستان للثغر. خلي بالك انا كده بكلمك على الايه؟ انا كده بكلمك على الورقه اللي كان في النص بقى حزمه وعائيه والنسيج العمادي اللي هنا والنسيج الاسفنجي اللي كان معمول وادي الحزمه الوعائيه اللي في النص دي كده كانت كلها على بعضها. ايه يا سيدي عشان برضو تبقى معايا، ادي الورقه اهي كان النسيج العرضي اللي فيها. حلو كده. جيت انا بقى قلت لك انا هركز هنا كده على الحته دي. اسمها ايه بقى الحته دي يا باشا؟ اسمها الثغر. هنا بيخرج منه الماء وبخار الميه. امتى النبات يخرج من هنا الميه؟ والله هو لو في اصلا ميه كتير هتخرج. عمليه النتح تزداد عمليه النتح اللي هو خروج الميه بزياده درجه الحراره وشده الاضاءه. احنا اولاد لما الحراره بتزيد عننا بنعرق، اعتبر ان النبات رخر بيعرق. فلما درجه الحراره بتزيد وشده الاضاءه بتزيد النبات ده بيخرج الميه من خلال الصغور دي خلال عمليه تسمى عمليه النتح. ولكن معاها وفي نفس الوقت درجه الحراره دي وشده الاضاءه دي بتحفز البلاستيدات الخضراء انها تقوم بعمليه البناء الضوئي. المعلومه صرف تزداد عمليه النتح الا وهي خروج الماء من خلال الصغور بزياده درجه الحراره وشده الاضاءه وعمليه البناء الضوئي. طيب لو عدد الاوراق كتير وعدد الصغور اللي فيه كتير هيفقد ميه اكتر وعمليه النتح هتبقى اكتر. طب مساحه سطح الورقه اكبر، الصغور اللي فيها تكتر، تخرج ميه اكتر، فخروج الميه دي اللي هي ايه؟ عمليه النتح اكتر. حلو كده. ولكن اهم كلمه انا عايزك تعرفها ان عمليه النتح هنا تزداد بزياده درجه الحراره. حلو كده. حلو. يعني ايه؟ يعني في الصباح الباكر بيكون درجة الحرارة قليلة هادية وبالتالي عملية النتح بتكون هادية، ولكن مع تقدم الوقت بتزداد درجة الحرارة ويزيد عملية النتح لحد ما تبقى أقصاها في الظهرية في الساعة 1 الظهر 2 الظهر تبقى النبات بيشر كده عرق كده، بيشر مية من خلال الصغور. حلو. تاني معلومة ألا وهي طب درجة الحرارة عالية
وشدة الإضاءة عالية. احنا دلوقتي ساعة الظهر اهو، عملية البناء الضوئي يا باشا الدنيا شغالة نار من نار، عملية البناء الضوئي شغالة جدا. وهنا انا بفترض ان الغيط فيه مية، يعني التربة فيها مية عادي، وبالتالي انا المية موجودة تحت النبات، فالنبات مش يفتكر مثلا او التربة ما فيهاش مية، لا هو هيقدر يسحب المية عادي. يعني بنتكلم ان هو تحته مية يقدر ياخد منها اللي هو عايزه. حلو. البناء الضوئي لما يحصل، قلنا ان عملية البناء الضوئي هي عملية تحويل المركبات البسيطة لمركبات معقدة، فيكون سكريات في الورقة دي عملية البناء الضوئي في النسيج العمادي والاسفنجي عالية، فتبدأ تكون سكر، وفي الخلايا بتاع النبات يزيد مستوى السكر لما يزيد، السكر زيه زي الملح، لما يزيد السكر ايه اللي هيحصل؟ التركيز بتاع الفجوة يزيد اهو. قال لك ان لما تبقى عملية البناء الضوئي شغالة بتكون سكريات، السكريات دي زادت في الفجوة العصارية اهي، لما زادت في الفجوة العصارية زاد تركيز الفجوة العصارية. طب لما زاد تركيز الفجوة العصارية ايه اللي هيحصل؟ هيزيد قوة الضغط الاسموزي، قوة سحب المية، فيما يسحب المية يبدأ يزود امتصاص المية من تحت. تمام. اقولها تاني بالراحة كده. دي ورقة وهنا مية، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان عملية البناء الضوئي شغالة فيزيد السكر، لما يزيد السكر في الورقة يبدأ يزيد تركيز الفجوة، زاد تركيز الفجوة وبقى سكر عالي، زاد التركيز هيزيد الضغط الاسموزي، زاد الضغط الاسموزي هيزيد قوة سحب المية، تبدأ الورقة دي تسحب المية، وقوة السحب دي يبدأ الجذور، يبدأ النبات كله يسحب المية من تحت من الشعرات الجذرية للساق للورقة، ويبدأ المية تعدي وتخرج تروح للورقة تاني. حلو كده. فكلما زادت عملية البناء الضوئي هيكون سكريات، زاد السكريات يزيد تركيز الفجوة العصارية اللي موجودة في الخلايا، زاد تركيز الفجوة العصارية يزيد الضغط الاسموزي، زاد الضغط الاسموزي يزيد قوة سحب المية، قوة امتصاص وسحب المية من تحت. حلو كده. حلو. قال لك خلاص انا كده خلصت دي وعرفت ايه هي عملية النتح وازاي النبات بيفقد. طب معلش دقيقة واحدة خلينا نكمل. قلنا ان هو بيسحب ايه يا اولاد؟ المية، والمية بتطلع صح، ولكن برضو في الوقت ذاته هنا فيه صغور، فتبدأ الورقة تخرج المية الزايدة من خلال الصغور دي. ليه يا باشا؟ ما هو ده انا دلوقتي بقوم بعملية البناء الضوئي حيث هنا في شمس، الشمس حرارة عالية، تبدأ زادت درجة الحرارة، زاد قوة الإضاءة، يبدأ يزيد عملية البناء الضوئي. فأنا لما زادت درجة الحرارة يبدأ يخرج المية، وفي ساعة خروج المية من هنا كمان هيزيد عملية البناء الضوئي ويزيد تركيز الفجوة العصارية هنا، فيزيد قوة ايه يا باشا؟ سحب المية. ولكن انت هتقول لي كده يا دكتور طب هو هيكتسب ولا هيفقد كده؟ هو عمال يفقد من فوق ويكتسب من تحت. انا بقى عايز اعرف يعني دلوقتي الفجوة دي هتفقد المية مثلا من خلال الصغور هنا اهو، ولا هتكتسب المية؟ هتفقد ولا تكتسب؟ قال لك يا ولا ما هو برضو يعني ما بتفقدش قد ما تكتسب. بمعنى ايه؟ انها مثلا هنقول انها بتكتسب مقدار 10 وبتفقد بمقدار 1 أو 2، فقوة الامتصاص اعلى بكتير من قوة انها تفقد. احنا يعني ما بنبصش ان هي الورقة عمالة تسقط مية، لا، ولكنها بالفعل بتكون عمالة تسحب مية، الجذور بتكون بتسحب مية من تحت، فمقدار سحب المية اعلى بكتير من مقدار الفقد. يعني ايه؟ يعني كده المية كتير اكتر من اللي انا بفقده، يعني كده الفجوة العصارية المية اللي داخله لها اكتر من المية اللي بتخرج منها. المحصلة ايه؟ ادي سهم 2 3 داخلين واحد بس خارج، المحصلة هتكون ايه؟ 2 داخلين، يبقى كده النبات هيكتسب دعامة فسيولوجية. ايه بقى التفسير بتاع الحتة؟ قال لك والله ان بتتأثر الدعامة الفسيولوجية بعدة عمليات حيوية، الامتصاص والبناء الضوئي والنتح. فكلما زادت عملية البناء الضوئي ايه اللي هيحصل؟ هيزيد تكوين السكريات اللي موجودة في الورق، زاد تكوين السكر هيزيد تركيز الفجوة العصارية ويزيد الضغط الاسموزي ويزيد امتصاص المية. ليه هيزيد امتصاص المية؟ ليعوض الفقد بتاع النبات من خلال ايه يا باشا؟ تعالى من خلال ايه؟ من خلال عملية النتح. هو هيزود السحب
علشان يعوض الفقد اللي بيتم عن طريق عملية النتح من خلال الصغور. طيب عند زيادة الماء في النبات فيه مية كتير، يبقى خلاياه كلها ايه يا ولاد؟ منتفخة، وبالأخص الخليتين دول، الخليتان الحارستان للصغر كمان بيكتسبوا المية وينتفخوا. لما بينتفخوا بصوا يا اولاد، ارسمها لكم فين؟ لا معلش احنا بقى يعني ايه مش عارفين نيجي على حاجه غير في الحته الفاضيه دي. خليني كده نقف هنا كده ونرسم الخليتين الحارستان للصغر وهم مقفولين. نفترض اهي عامله كده وهم مقفولين مع بعض كده، قافلين اهو اهي، ادي واحده والتانيه عاملين ايه يا باشا؟ قافلين الصغر ده كده. ايه دي؟ فتحه الصغر. هتيجي الميه تخرج، الميه هتيجي تخرج ما تعرفش تخرج، يعني ادي الميه اهي، تيجي الميه دي تخرج ما تعرفش. حلو، ليه؟ هم مقفولين. جه الميه ودخلت الميه للخليه وللفجوه العصاريه، فاكتسبت برضو الخلايا دي، بما انها من الخلايا بتاع النبات هتكتسب الدعامه الفسيولوجيه وتنتفخ. وانس ان هم انتفخوا، بصوا بقى، بص منتفخه، دي كده منتفخه اهي. خلينا نعملها بلون تاني عشان تاخد بالك منها. بص منتفخه، دي لوحدها اهي، ودي كمان منتفخه، ولكنها ايه بقى؟ فتحت الصغر، فتبدأ المية تخرج من الورقة من خلال الصغور ويبدأ تتم عملية النتح عادي. فإذا انتفخت الخلايا بتاعة الصغر نتيجة اكتسابها المية واكتساب النبات كله المية، يخرج النبات الزائد. فعند زيادة الماء في النبات تنتفخ الخلايا الحارسة للصغر. لما ينتفخوا أو الخليتين دول انتفخوا للصغر، تفتح الصغر ويخرج الماء الزائد في صورة نتح. ولكن عند نقص المية اللي موجود، فقدت الخلايا دي اللي فتحوا دول اللي هم المنتفخين دول، فقدوا المية اللي جواهم، المية خرجت، فانكمشت الخلية دي كده اهم، انكمشوا، المية خرجت منهم وانكمشوا. لما انكمشوا ايه اللي حصل؟ قفلوا، وبالتالي تمنع خروج المية. عند نقص الماء تنكمش الخلايا الحارسة للصغر لتغلق الصغر، قفل الصغر تمنع خروج الماء، وبكده تكون تمت الدعامة الفسيولوجية في النبات. اللهم ان معلومة صغيرة كده، بص يا سيدي، صلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بص انا ما عنديش الا الحتة ديت في السبورة، وانا الصراحة مش عايز امسح السبورة، فركز معايا كده. رسم بياني، في ناس ما بتحبش الرسم البياني. اي رسم بياني يا اولاد، هنبدأ بالمحور السيني ده، نشوف ايه اللي بيحصل فيه، وبعد كده التغير اللي هيحصل فيه على مدار السيني ايه اللي هيحصل بقى في الصادي. يعني نبدأ بالسيني نشوف ايه اللي بيجرى عليه الاول، بعد كده التغير بقى نتيجة ده على الصادي ايه اللي حصل له. قال لك والله انا عندي كده في بداية النهار الساعة 6 صباحا ايه اللي حصل؟ كمل معايا. وبعدين الساعة 12 الظهر، وبعد كده الساعة 8 المغرب اهو، المغرب. حلو كده، حلو كده، ده الزمن. ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لك هنا انا هتكلم على الدعامة الفسيولوجية. في بداية النهار كانت عملية النتح قد ايه؟ قليلة. البتاع مش شغال. عملية النتح عملية فقد النبات. في بداية النهار درجة الحرارة قد ايه؟ درجة الحرارة قليلة. درجة الحرارة القليلة معناها عملية نتح قليل. فين البتاع؟ عملية النتح بتتأثر بدرجة الحرارة. لو زادت درجة الحرارة تزيد عملية النتح. طب من الساعة 6 الصبح درجة الحرارة هادية شوية، خلاص عملية النتح عادي. بدأت الحرارة بتزيد الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12 الظهر، عملية النتح أقصى حاجة ليها اهي شغالة على ودنه، عملية النتح عالية جدا. بعد كده بدأت الحرارة بتهدى، دخلنا العصر، دخلنا المغرب، الساعة بقت 8 بالليل، فعملية النتح بدأت تقل وفقد النبات بيقل. فقد النبات للمية بدأ يقل. فاحنا بدأنا بأن فقد النبات للمية كان قد ايه؟ كان قليل. بعد كده زادت درجة الحرارة فازداد خروج
الميه من خلال الصغور وزرت عمليه النتح لحد ما بقت اقصاها الساعه 12 الظهر، وبعد كده بدات تنزل تاني. طب اخبار الدعامه الفسيولوجيه ايه؟ قال لك الدعامه الفسيولوجيه بتتناسب طرديا مع كميه الميه، فكلما زادت كميه الميه تزداد الدعامه الفسيولوجيه. طيب كميه الميه في صباح اليوم النتح قد ايه؟ قليل، يعني كميه الميه اللي في النبات قد ايه؟ كتير. الميه اللي في النبات كتير، يبقى في دعامه فسيولوجيه شغاله الدعامه الفسيولوجيه شغال. بعد كده بدا النبات يفقد ميه، بدات الدعامه الفسيولوجيه تقل، يفقد، بقت الدعامه الفسيولوجيه اقل ما يمكن. ساعه ان الماء بيخرج، الكلام دوت بنفترض ان دلوقتي الميه بتقل برضه، يعني مفيش ميه جاهزه تحتها بسرعه. حلو تمام. وبعدين تبدا عمليه الفقد دي بتقل، ويبقى الميه بتزيد، وبالتالي الدعامه الفسيولوجيه بتزيد. هو عايز يوضح ايه من هنا؟ عايز يوضح ان العلاقه بين الدعامه الفسيولوجيه والنتح علاقه عكسيه، فكلما زادت معدل النتح قلت الدعامه الفسيولوجيه، وكلما قلت معدل النتح زادت الدعامه الفسيولوجيه. وكده نبقى خلصنا باذن الله والحمد لله وتوفيق من الله الدعامه الفسيولوجيه. بعد كده ان شاء الله نخش على الدعامه التركيبيه.